طابت أوقاتكم. في هذا اللقاء الخاص الذي أجريه مع الروائي الصحفي نبيل الملحم، أشعر وكأني سأقوم بإجراء أول حوار صحفي في حياتي. لا أستطيع أن أوضح السبب، لكن هكذا هذا ما أشعر به، ولهذا لن أطيل في المقدمة وأبدأ بالترحيب بالأستاذ نبيل الملحم. مرحبا بك. يعني أقول ذلك لا مديحا ولا يعني ما بتحمل الصورة لا شيء سلبي ولا إيجابي، بس هيك شعوري يعني إنه أول مرة رح أعمل لقاء صحفي بعد أول لقاء عملته قبل 21 سنة. ربما لما تكتبه بغزارة أحيانا بصفحات التواصل والكتب التي قرأتها لك وما قمت به من أعمال عديدة. الآن دعنا نذهب معا إلى سوريا في طائرة استطلاع نطل بها على سوريا، نلقي نظرة على سوريا بعد 6 عقود من حكم البعث وبعد 14 عاما من الحرب الأهلية. شوف، يعني ما أتاح لي شوف سوريا من الجو ما بعد الدمار. ما طلعت من طيارة من أرض سوريا، طلعت من مطار بيروت أو من مطارات، المهم أنه يعني ما طلعت بطائرة تحلق فوق الأراضي السورية حتى أشوف حجم الخراب اللي حصل بسوريا. الصور يعني المنشورة كافية لأنها تحكي لك أنه كان في بلد، وهذا البلد له حكاية. يعني أنا من الناس اللي ما فيني أبدأ حكاية ما قبل أني أحكي حكاية سوريا. أي حكاية بلقائنا الآن نعم ما راح تكون حكاية إذا لم تكن سوريا هي الحكاية. يعني في شغلة اسمها رواية سوريا، وفي حدا بيشوفها بعين المؤرخ، وفي حدا بيشوفها بانطباعاته بعين الرواية أو بعين القتيل أو بعين الضحية أو بعين البطل. بس بالنتيجة يعني مشان تشوف سوريا ما كافي تشوفها من الجو، الآن لازم تشوفها من الجو وبعدين تنزل لحواريها وزواريبها وناسها وسكانها وبشرها وإلى أين آلت هذه البلد. أنا مشكلتي بسوريا مش مع المؤرخين القدامى، يعني مع من سيؤرخ لسوريا مستقبلا كيف بدي أشوفها. سوريا بلد ما، يعني في حدا حكى لي جملة مرة بلقاء، كان عندي فيلم اسمه هبة ياك، فيلم قصير مدته 30 دقيقة كله بدور بمقهى اللي هو مقهى الروضة. تصور فيلم يوم وفاة عرفات، تصور ياسين عرفات، يوم جنازة عرفات. أحد ضيوفه كان ياسين الحاج صالح. ياسين حكى لي جملة بهالمعنى كتير أسست لما بعدها. الجملة بتقول إنه السوري لا كائن يعني غير راضي عن نفسه. السوري كائن ما بيعرف حاله. هاي القصة ما كنا نحن ندركها، إنه السوري ما بيعرف حاله، كنا نتصور إنه السوري بيعرف حاله. طلع فعلا عن حاله كتير. طلع فعلا ياسين مزبوط، السوري ما بيعرف حاله لسبب بسيط جدا. هون بيجي دور المؤرخ اللي هو مش دوري أنا، بس وفق قراءتي للتاريخ اللي هي قراءة انطباعية صرفة وليست قراءة مؤرخ. مرة ثانية بقول لك إنه المؤرخ بده يكون عنده أراشيفه وعنده ذاكرته التاريخ، مش بس ذاكرته الشخصية. أنا الآن عم بحكي من ذاكرتي الشخصية. سوريا دائما كان في آخر، في أنا وفي الآخر. لما كان في مستعمر فرنسي كان الآخر هو الفرنسي، يعني أنا موجود بدلالة الآخر العدو اللي هو فرنسي. فتوحدت سوريا لأول مرة، تتوحد سوريا بجيل اسمه جيل الاستقلال. انتخب قياداته، انتخب مرجعياته، توحدت سوريا بمواجهة الاستعمار الفرنسي. فصارت الأمة السورية بس بدلالة العدو الفرنسي، يعني ما اكتمل شرط الأمة جواتها. هذا الجيل اللي هو جيل الاستقلال ما أخذ فرصته بأنه يحكم سوريا ولا يوم واحد. يلي صار مع هذا الجيل أنه اشتد بأمر مبكر جدا
لما كان لسه عم يشكل إرهاصات مبكرة، لما كان عم يعمل صناعته وحقول قمحه، لما كان في محصول سوري قادر على إطعام العالم الثالث قمح قاسي، ولما كان في مصنع نسيج، في نوال يعني واحد عم يشتغل على النول، فكانت عم تنصنع السجادة السورية، ومع السجادة عم تنبنى الدولة السورية يلي كانت اسمها الجمهورية السورية. اسمها الجمهورية السورية، يعني امتدت اسمها ورمزيتها من الجغرافيا، هي أرض سوريا. هدول السوريين ما أتاح لهم فرصة بأنه يأسسوا لسوريا يلي كان ممكن تكون بمستوى أي بلد متوسطة أوروبية، يعني مثل إيطاليا. وليش ما تكون إيطاليا؟ يعني شو نقصها من ما تكون إيطاليا؟ يعني إيطاليا عندها متوسط وسوريا عندها متوسط، وسوريا فيها ثروات وفيها أدمغة وفيها ناس حلوين جدا قادرين على إنتاج بلد. يلي صار إنه إجوا العسكر. أول شغلة صارت، أول نكبة بتاريخ سوريا حدثت، أول هزيمة حصلت بسوريا ما قبل نكبة فلسطين وسواها، كانت نكبة اجتثاث جيل الاستقلال ليجي بعده جيل العسكر المتحالف حكما جيل العسكر مع الفساد، لأن العسكر حيثما محله يعني حلفاء بالفساد، يعني حيثما أي إنما بحثت عن عسكري دور وين الفاسد اللي بيحميه بالعالم الثالث. كانت مصادفة هون هلا نحكي لك كانت مصادفة أو غير مصادفة. من شوي كانت في جملة بقراها إنه الله والصدفة لا يلتقيان معا على الأرض. فهل هو قدر؟ ما أنا مش شايفه قدر، هي مش مصادفة، هي صناعة مين أنا ما بعرف. في حدا بقول لك الصهاينة، ممكن يكون شو بعرف، ما بعرف مين اللي عملها، أو الأمريكان أو الأمريكان، حدا عملها. فأجهضت البرجوازية الوطنية وأجهضت، حلت محلها بيروقراطية العسكر اللي هي أقصى أشكال البيروقراطيات وأكثرها انحطاطا على الإطلاق. هدول شو عملوا العسكر؟ عملوا الدولة التي تملك وتحكم. شو يعني تملك وتحكم؟ يعني الدولة التي تلغي المجتمع، ما بتسمح المجتمع بأن يتعرف على نفسه. سوريا بالخريطة رسموها زلمتين، واحد اسمه سايكس والثاني اسمه بيكو. جابوا مجموعة الناس هذول وحطوهم مع بعض بجغرافيا سورية، سموها سوريا هيك، وطبقوا عليهم، سكروا عليهم، حطوهم داخل هاي الدائرة اللي هن سايكس وبيكو. حطوا مجموعة من الشعوب اللي إلى ثقافاتها وإلى تاريخها وإلى تبايناتها وإلى عقائدها وإلها خيالاتها وإلى تراثها المحكي وإلى تراثها الموسيقي وإلى تراثها المكتوب أيضا. أول شغلة عملوها العسكر بأنه رفعوا شعار فضفاض جدا، فضفاض، بدهم الأمة العربية، بدهم الأمة العربية، وما سمحوا للسوريين يتعرفوا على بعضهم ولا مرة. السوريين ما بيعرفوا بعض. لما اجوا السوريين ليتعرفوا على بعض، تعرفوا على بعض بدلالة أنا والآخر، يعني أنا اللي عندي خصمي بالجهة الثانية، جاري الخصم مش اللي بعرفه، هو خصمي لأني ما بعرفه. السوري مقابل السوري، كل واحد مخزن الآخر، في آخر، في أنا وفي الآخر، في أنا الكريم، أنا الشجاع، أنا الشهم، أنا الموحد، أنا الصح، أنا الخير، أنا الحق. طلنا أنا الحق يعني آليا سلفا في الآخر باطل، طالما أنا الشجاع يعني سلفا الآخر الجبان. في أنا وفي آخر. بس ليش ذكرت إنه سايكس بيكو بعدين جيت على العسكر؟ سايكس بيكو لأنه هي جمعت هدول الناس يلي جمعتهم مش بفعل الطبيعة، مش بحقائق الطبيعة، مش بحقائق النهر، بحقائق الجغرافيا السياسية. حطت ناس مع بعضهم مش بحقائق النهر، مش بحقائق النهر، يعني كما في العراق ومصر كما تقول دائما. كمان يعني مثلا مصر عمل النيل، في شغله اسمها النيل، بس سوريا في خط مستقيم هيك ماشي من اوله لاخره، وهذا رسم حدوده ورسم سكانه وفقا لطبيعه للجغرافيا السياسيه، مش لا حقائق الناس ولا احتياجات الناس واولوياتها، حطوا مع بعضهم. هذه الصيغه ليست بشعه، انا ما بشوفها بشعه، بشوفها ممكنه، بس ايمت ممكنه لما الناس بتعرف بعضها. طيب ما سمح للناس بأنها تعرف بعضها، لأنه لم تشكل مجتمع، تشكلت سلطة مركزية ماسكة الناقمة والنعمة،
متحالفة مع الرأسماليات بهاي البلدان، لما نتأكد شغلتين: العنف والفساد معا. فترافق تاريخ سوريا 60 سنة من العنف والفساد اللي عاشوا مع بعضهم، اللي ما سمحوا للمجتمع السوري يتعرف على بعضه. فطلع المجتمع السوري 60 سنة من التكاذب، اني انا اخوة، نحن اخوة، نحن الاخوة مو سوريين. ايوه، نحن الاخوة، انت اخي وبوسك، وانت اخي وبوسك، بس انت الاخر، انت اخي انت اخي. لما بنلتقي بنتبوس وبنعمل لقاء الاديان وحوار الاديان، وبيجي الشيخ عمامته ما بعرف الكنباي بيعمل هو يعني حوار الاديان وحوار الناس وحوار الثقافات وحوار القوميات، بقوم على شغله واحده فقط، على حقائق كل واحد مننا. هذه الحقائق بلا تزييف وبلا كذب، وبكل المكاشفة الممكنة وبكل الوضوح الممكن. وإذا كان الوضوح نكبة، الغموض نكبة مضاعفة. الغموض كان النكبة المؤجلة بتاريخ سوريا. سوريا لم تتعرف على بعضها، ما حدا فينا اعترف بثقافة الآخر وغنى غنايته، لسبب بسيط جدا: لأنه نحن محكومين كلنا للسجن اللي هو سجن الدولة المركزية، يلي ما بدها تسمح لنا نتعرف على بعض إلا من خلال شعاراتها. يعني نحن بدولة الأسد، تخيل الاسم، إنه أنا بدولة اسمها دولة الأسد، أنا بدولة الأسد، ما الذي تبقى لي من هوية؟ ففاتت البلد بصراع اسمه صراع الهويات، نتائجه الآن عم نتلقاها، وعم نتلقاها لسبب بسيط: بالتكاذب. هذا الحب الكاذب، بوسك وبتبوسني، وما بناخذ من بعض إلا الفيروس. يعني كل واحد عم ببوس الثاني، عم ببعث بيعدي يا بالقريب يا بالرشح يا بالانفلونزا. الطيور بتبقى انفلونزا معه. بس ما صار في مكاشفة، ما صار في مؤتمر وطني سوري يعرف ناس على بعضها ويقول لهم: تعالوا احكي لكم شغله، انتم كثير ممكن تكونوا مجموعين بهذا المكان، كثير ممكن بعقد اجتماعي واضح وصريح يعطي لكل واحد فينا حقه بخصوصياته، بإطار دولة واحدة تجمع الكل، يلي هي دولة الرفاه والتنمية والناس اللي بيشتغلوا، دولة قوة العمل، دولة السوق. أخي، شو رأيك بأنه نعمل دولة تكون أوتيل فيها 50 غرفة، بس فيها ريسبشن حلو، وفيها خدمات حلوة، وفيها بشر ما بناكلوا ببعض، وفي إمكانية ليعملوا سياحة كويسة ويجيبوا موارد؟ لا، حلت الإيديولوجيا والعقائد. يعني البعثيين بدهم أمة عربية واحدة، أمة عربية واحدة اختزلوها على مستوى عائلي بالعراق وبسوريا. بالعراق بدهم أمة عربية واحدة، بس أولاد صدام كانوا ماسكين العراق كلها على بعضها بكل خيراتها وبكل مواردها، ومجموعة عبارة عن مجموعة صغيرة حفنة من الناس مستولية على دولة كاملة، مستولية عليها، على مواردها وعلى قرار السياسة وعلى أخلاقياتها وعلى ثقافاتها. بسوريا نفس الشيء، بده يعمل أمة عربية واحدة، واختزل البلد كله بمجموعة من الفاسدين المتحالفين من كل الطوائف، المتحالفين من كل الطوائف. كثير في غلط وغبن وسخف وقلة دراية إذا قلنا أنه والله الحكم العلوي في سوريا. لا، الحكم في سوريا هو حكم تحالف العسكر مع الفاسدين الماليين، مع رسامين الفاسدة، مع فاسدي سوريا، بحيث أنه كان في طوائف في سوريا، في اليزيديين وفي الدروز وفي المسيحيين وفي السنة وفي الشيعة وفي شو بعد بدك، والله ما بعرف كثير، بس في طائفة اسمها طائفة الفاسدين. طائفة، هي طائفة كاملة لها قوانينها ولا عقائدها ولا ثقافاتها ولا نكتتها، وبتضحك بطريقتها، وتعزف موسيقى بطريقتها، وبتقتل بطريقتها. طائفة كاملة اسمها طائفة الفاسدين اللي تحالفت ودمرت سوريا ووصلتنا إلى هون. هاي الطائفة كانت ما بدي أنا نعرف بعض، ما بدي أنا نتعرف على بعض نهائيا. نحن وصلتنا لهون، نحن وين هلا؟ نحن الآن أما على أعتاب حرب أهلية، وأما بحرب أهلية مؤجلة، وأما بحروب أهلية غير منجزة بس محمولة على أفرادنا وعلى ناسنا وعلى بيئاتنا ومجتمعاتنا. لأنه هالآن بين اللحظة اللي أنا وياك عم نحكي فيها في طائفة تشتم طائفة وتكفر طائفة أخرى، بهي اللحظة اللي نحكي فيها. أنا لما بكفرك مو بس عبقتلك بالدنيا، عبقتلك بالدنيا وبالآخرة معه. يعني ممنوع على الله أن يستقبلك. تصور أنا
بنوب على الله بتكفيرك بحيث انه انت ما تستقبل حتى بالاخره، يعني ما بدفنك فقط بالحياه، ايضا بدفنك بالاخره، والكل عم بكفر الكل مشان مصيرك بالدنيا والاخره عندي. مصيرك بالدنيا والاخره عندي، انا عم بكفرك. وبالمناسبه الكل عم بكفر، بيرجع بعيد، الكل عم بكفر الكل، الكل يا بكفر ثقافيا يا حضاريا يا عقائديا دينيا، بس الكل مكفر الكل لانه ما بيعرفوا بعض. لو تعرفوا على بعض من البدايه بتعرف شو كان صار؟ بحقائق، الحقائق الحقيقيه اللي ما فيها اي كذبه، بتعرف شو كان صار؟ من سوريا مثل ما بتحكي مرات كتير. بالضبط، كل واحد فيهم يعرف الثاني تماما بكل حقائقه العقائديه والثقافيه والروحيه وعلى كل مستوى. بتعرف شو كان صار؟ كان صار واحد من اثنين، اما عملوا حرب اهليه وخلصونا من زمان وخلصنا من القصه بدل ما هي مؤجله وتعطل بتراكم هذا، واما توافقوا على عقد اجتماعي يسمح لهدول الناس بانه يعيشوا مع بعض. لما انه هدول الناس يعيشوا مع بعض المساله كثير سهله، ما أنا صعبه، والان ما أنا صعبه، ما أنا صعبه ابدا ابدا ابدا. وهي ان يرجعوا يتعرفوا مع بعض، يتعرفوا على بعض، انه تعال نشوف اخي نحن مع بعض موجودين بجغرافيا، هي جغرافيا فيها قمح وفيها عنب وفيها نفط وفيها بحر وفيها زبيب، وبدنا نتبادل بمواردنا، احنا بدنا نعيش مع بعض مشان نعيش افضل. لازم تكون هاي المساحه متوفره لنا كلنا مشان اسواقنا تتسع ومنتجاتنا تتسع ومواردنا تصير افضل، ونعمل حركه تبادل بضاعه. يا اخي كل واحد يغني غنايته، غنوا غنايتكم، يعني انا بدي اغني غناي من التراث الحوراني لاني حوراني، خليني اغني حوراني، خليني اغني حوراني. بيوم من الايام انا كان عندي مشروع هو اسمه طقوس وعقائد، متخصص بسوريا، وكان وقتها بتذكر ميد ميديا هي اللي ممكن يعني تعطيني تمويله يعني. السيدة نجح العطار رفضت، ووزير الاعلام رفض، اعتبروه مشروع تقسيمي. ليش؟ تقسيمي، انه هذا يؤسس لتقسيم سوريا. انا بقول لكم تعالوا نتعرف على بعض، نتعرف على بعض يعني مش نقسم بعض. طب ما امامنا نماذج، هاي اتحاد اوروبي، اتحاد كامل في حروب، ملايين القتلى راحت مع بعضها وعملوا فيما بعد سوق اوروبيه مشتركه، واتحاد اوروبي باسور واحد بتمشي فيه بكل اوروبا، مع العلم انه تراثهم دموي، هن بتراث دموي. استوعبوا شغله واحده اسمها العقد الاجتماعي، انه تعال نعيش مع بعض وكل واحد بحقائق بعض، ما حدا اجى للاخر وروض له حقائقه وحكى له ما تكون مثلي. لكن لما بتجي الدوله العقائديه الدينيه او اليساريه بقى غض النظر، اول شغله بتعملها هي انه تلغي هذا التنوع اللي عم نحكي عنه، بدل كله لباس موحد، مارش موحد، ضحكه موحده، نكته موحده، طبخه موحده، لبس موحد، كله سفاري. انا بتذكر جيل بعد كان كله سفاري، لازم كله يلبس سفاري، بتمشي بالشام كله سفاري سفاري سفاري، ما حدا. يخرب بيتكم يخرب بيتكم، الموضه تخطط الدنيا وعم تلبسوا سفاري، بعدكم بالسفاري لانه الجيل بعد يتضمن سفاري، فالكل بده يلبس سفاري. بدأ من الطلاعه والشبيبه بالضبط، كله البسوا سوا، لباس موحد، غناي موحد، نشيد موحد. انا كردي بدي اوسخ عرين العروبه، انا كردي. ليش عرين العروبه؟ طيب انا بدي عرين بس مو العروبه. وليش عرين اساسا؟ ليش عرين؟ يعني انا كنت بردد ما بفهموا ولا شيء. يعني ضروري انا اجيب حيوان اسمه الاسد واستحضره بحياتي ويصفي هو رمزي؟ ليش عرين العروبه؟ ليش يعني سوريا فيها رمان، يعني ليش ما بنشد للرمان؟ ليش ما بغني للرمان؟ يعني بقول الرمان السوريه، توتي السوريه. عرينا العروبه بدي اسد، وبعد شوي بيصير نمر، وبعد شوي بيجيني دأب، وبعد شوي بيجيني ضبع، وبعد شوي كلها مفردات توحش. مفردات التوحش عرينا العروبه كلهم بدي اغنيها. لما يكون في هالقد من التوحش انت الغيتني. ايه؟ انت ما تلغيني، ما تلغيني، تعال شوف خلينا نعيش بنشيدي. طيب عندنا النماذج بين ايدينا. الخليجيين، الخليج نموذج بالمناسبه يمكن ان نحكي فيه يعني. الخليج كانت قبائل متناحره، ما كانت قبائل متساويه. اجى شخص اسمه زايد مسك هيك خط هيك ورسمه على الارض هيك على الرمل وعمل شغله اسمها اتحاد الخليج. ما لنا دوله فاشله. الخليج كثير حلوين مع بعض، عندهم عماره وعندهم تنميه وعندهم سياحه وما عندهم عنف. اهم شيء تجنبوا العنف. كان لافت اسمها الامارات المتصالحه، الامارات المتصالحه تصالحت مع بعضها. هلا يمكن هاي الامارات اللي عندنا تتصالح؟ تصالحت. هلا انت امام امارات، يعني ربما يقول ليش ما تتصالح؟ يعني الاستاذ نبيل يحكي بلغه روائيه مو روائيه. هاي الامارات اللي على الارض يمكن تتصالح؟ انا ما عندي اقتراح بالسياسه، انا عندي رغبات. إيه؟ وما عندي خيال تجاه، ما بعرف هذا الخيال هل قد يتحقق لا يتحقق. هاي مسألة يعني استراتيجيين، أنا ماني استراتيجي، يعني ماني رجل استراتيجيات، يعني ماني تبع خرائط، ما قادر على رسم خرائط. يعني أنا ما قادر أرسم خرائط بيتي حتى أرسم خرائط بلد. بس أنا عندي توقع هو التالي، يعني إنه ليش لا؟ إذا الناس بتعرف بعضها ما عم عندها مشكلة مع بعض، بس شرط تعرف بعض.
انت بس تعرف الاخر ببطل الاخر اصلا. يعني انت لما بتاخذ دلالتك من الاخر، انا موجود بدلاله انه في اخر عدو، هذا الاخر ما عاد عدو لاني بعرفه، خلص تعرفنا على بعض وبنبحث عن مساحات مشتركه مع بعض مع الاحترام لكل هاي الخصوصيات. ماشي طيب اوكي، الكل بيحكوا لك الان ما بدنا تقسيم بشع، التقسيم فلان انفصالي، فلان تقسيمي بشكل بس الاتهامات موجوده. الكل بيتهم نفس الاتهام، مين تقسيميين؟ من الذي قسم البلدان كلها؟ ايه هذا السؤال الكبير. حيث تجد الدكتاتوريات تجد التقسيم، هذا مو صدفه، مو صدفه. يعني لما الراديكاليين الاسلاميين استلموا الصومال قسموها، لما استلموا السودان قسموها، لما استلموا ليبيا قسموها، لما استلموا العراق قسموه. الدكتاتوريات العلمانيه ايضا، ما في دكتاتوريه علمانيه بالعالم الا قسمت بلدانها، بدءا من الستالينيه وصولا لكل التجارب الدكتاتوريه بالعالم قسمتها. اذا نحن بحاجه منظومات يعني بحاجه دوله المواطنه مش دوله الدكتاتور. الدكتاتور هو التقسيم، يعني طريقك الى التقسيم يمر عبر بوابه اسمها دكتاتور. ممكن يكون دكتاتور ديني، ممكن يكون دكتاتور علماني، ممكن يكون تحالف علماني مع ديني كما السودان. تكون نتيجه شو؟ نتيجه هي التقسيم. فهي سوريا حتى اللحظه الراهنه عم بتزيد جهلها ببعضها، ولذلك عم بتزيد الكراهيه، لان كل واحد بالسوريين عنده افتراض الاخر هو مفترض مش حقيقي. ما كانش حقيقي، يعني الاخر ليس حقيقي. كان ممكن الجامعه تجمع الناس، ممكن الجيش يجمع الناس، مع الاسف ما اجتمعت الناس على سوريتها. اجتمعت الناس دائما على واحد من مشروعين، اما الانكفاء الى ما قبل الدوله اللي هي الطائفه او القبيله او الى اخره، او تخطي الدوله وتجاوزها الى مستوى اني انا بدي خلافه اسلاميه، او انا بدي امميه خامسه، او انا بدي وحده عربيه شامله. فما كان في مشروع سوري ولا مره، والان ما في ولا مشروع سوري امامنا، ما في ولا مشروع سوري. انا حتى اللحظه الراهنه ماني شايف ولا مشروع سوري، وسياتي المشروع السوري ولكن يبدو بعد دم كثير. النكته انه اللي عم بيحصل بالدم كان ممكن يحصل بدون دماء، هو نفسه بيحصل بدون دماء لمجرد ان تعرفنا على بعض. ما مطلوب شيء الا ان نتعرف على بعض، نعيش مع بعض، لانه فينا نعيش مع بعض، عندنا من الموارد ما يكفي انه نعيش مع بعض. لكن لا بالدوله الدينيه ولا بالدوله القوميه ولا بالدوله الدكتاتوريه المغلقه. هاي ما هي الدوله المغلقه، هاي نتائج دكتاتوريات. ما يحدث الان بسوريا هو حصاد حافظ اسد وابنه. الان ما يحدث بسوريا هو حصاد حافظ اسد وابنه. لو سوريا بقيت لجيل الاستقلال ما صار اللي صار ابدا، ما كان صار اللي صار نهائيا، ما كان بصير، ما كان بصير، لانه كانوا عاقلين، كانوا جيل استقلال، جيل تربى. يعني بالمناسبه حتى الاستعمارات في تباينات ما بيناتها، يعني الفرنسيين استعمروا سوريا بس عملوا لها طريق حلو، الحجار رسبوا حجاره، عملوا مدرسه عماره بتجنن، عملوا مدارس وارساليات، عملوا كليه الحقوق، اول كليه حقوق بالوطن العربي بعد كليه الحقوق بجامعه القاهره، ثاني كليه الحقوق جامعه دمشق. فجابوا اساتذه بالقانون الدولي، واساتذه جابوا السنهوري وجابوا محمد فاضل وجابوا اسماء. كل هذا الجيل اولاد الاستقلال، هذا اولاد جيل الاستقلال اللي عمليا فرنسا البشعه والمستعمره واللي عملت جماجم، والان في متحف اسمه متحف جماجم الجزائريين بفرنسا، هي نفسها على كل لعنات فرنسا، بس خلقت جيل بسوريا، يعني جيل قادر على اداره الدوله كامله تدار. يعني اي واحد من اعلام جيل الاستقلال قادر على اداره الدوله، اي واحد. وبالمناسبه بمنظومات اخلاقيه وقيميه متماسكه جدا، الى درجه انه شكر قوتله لما نسي لمبه مكتبه لمبه ترك فل مكتبه، راح على بيته اللمبه نسيانها، رجع طفى اللمبه. ولما راح مشوار خاص بالسياره تبعيته، مشوار حكومي بالسياره الحكوميه، اعتذر من البرلمان لانه ركب سياره الحكومه بمشوار خاص. هذا الجيل كان ممكن انه يبني سوريا اللي الان نتمناها. اجوا العسكر لعنوا ابو سوريا، ما خلوا سوريا، ما خلوها. يعني نحن صار كلنا عندنا مسدسات وحرب الشير وما حاربنا. يعني حاربنا جيوش مش لنحارب اسرائيل، لنقتل بناسنا. يعني الجيش اللي عملناه مش ليحارب، مش جيوش محاربه، مش جيوش عندها كفاءات ومناقبيه العسكر. عملنا جيوش خدم منزل، جيوش خدم منزل، يعني في جندي بيجري جريات مرك المعلم. فانتهت سوريا.
لأنه ما يحدث الآن هو حصاد لما حدث ب 60 سنة. الآن اللي عم بصير الآن هو حصاد 60 سنة من تاريخ سوريا. بس سوريا مو استثناء، يعني صارت حروب أهلية كتير، اجوا عسكر كتير سواء بإسبانيا، بالبرتغال، باليونان، أو حتى يعني خلينا نحكي عن التجربة الرواندية اللي قتلوا خلال 100 يوم 800,000 من بعض. وآخر شيء اجوا على طاولة وحلوا وفق الرئيس وتفاهموا. الآن رواندا بالمناسبة صار الاقتصاديات محترمة. وكيغالي العاصمة يعني نظيفة كتير طبعا، لا في ادعاء انهم ديمقراطيين ولا شيء. لفت انتباهي استاذ نبيل انه الرئيس كيغالي قال قمنا بحل 1,000,000 قضية واعقد القضايا، قتل واغتصاب بطرق بشعة. قال قمنا بحل 1,000,000 قضية وفق القيم الافريقية وليس القيم الغربية. يعني ما الذي تبقى من القيم السورية التي يمكن ان نجتمع فيها في مؤتمر وطني عام؟ قيم. نعم، في قيم هذه اللي تشترك فيها الأفارقة مع الآسيويين، مع الهنود الحمر، مع ما قبل التاريخ، مع إنسان ما قبل التاريخ. هي الوضوح، قيم الوضوح. أنا ما بحل مشكلة بالتكتم عن المشكلة. يعني عندي مجزرة علي أن أسميها مجزرة. يعني شو عملوا الروانديين؟ عملوا محاكمات، عملوا شغلة اللي نحن يلي بنسميها عدالة انتقالية. واجهوا تماما مشاكلهم، واجهوها بدون أي كذب، حلوا مشاكلهم بمواجهتها. نحن الآن كلنا ضحايا وكلنا ما عم نواجه. شوف، ما حدا فينا واجه نفسه. يعني صار آثام كثير بسوريا، آثام كثير. المطلوب الآن هي تماما إذا بدنا تنضف سوريا، أول شغلة بتنعمل هي أن نعترف بالجرائم اللي منها. الكل يعترف بالجرائم. يعني يوم بالمناسبة الكنيسة لما بتعمل الاعتراف ما بين المواطن والكاهن، تعملها لتطهر البني آدم أو تحرره من ذاكرة سيئة. يعني سوريين بحاجة أن يتحرروا من ذاكرة سيئة. هذه الذاكرة لم تتحرر منها إلا بالوضوح، والوضوح المعلن بدون أي كذب، أي مستوى من الكذب. لا، ممنوع الكذب بسوريا. أكبر مؤامرة على سوريا أن تكذب. شوف، القاتل بسوريا أسهل من الكاتب، لأنه الكاتب قاتل مؤجل. القاتل قتل، عرفنا هذا رجل قتل، بس الكاتب قاتل مصنع القتل الكذب. مشكلة سوريا أنها تكذب، وما زالت عم تكذب وعم تزداد كذب. ولما بطلت تكذب صارت تكذب أيضا بالعداوة. يعني كانت تكذب بالعناق، صارت تكذب بالخناجر. يعني السوري كان يحضن السوري وهو عم يكذب عليه، هلا صار وضع، هلا صار بالخنجر وكمان عم يكذب لأنه مو شايفه صح. ما حدا فينا شايف الثاني صح. يعني أنا يعني أنا أمام عدو مفترض. أنا موجود، الآخر العدو إلي. أنا ما بعرفه الآخر يا أخي، والله ما بعرفه. طيب طالما ما بعرفه ليش هو كافر؟ ليش أنا مكفره؟ يعني ليش أنا معاديه؟ ليش هو الآخر معادي؟ ليش أنا موجود بدلالة خصومته؟ لسبب بسيط، لأنه ما بعرفه. لو بعرفه كان حدا فينا، مثل ما حكيت لك بالبداية، يا حدا قتل الثاني من زمان وخلصنا وصفى المجتمع على اعتذاره، أو هالناس أخي تعرفت على بعضها وقبلت ببعضها، وكل واحد قبل بالثاني بخصوصياته بما هو عليه. بيجمعنا شيء مشترك بنعرفه، تجمعنا التنمية المشتركة، الحدود المشتركة، تبادل ثقافاتنا مع بعض. يمكن يوم من الأيام نصير أمة واحدة، يمكن نصير وإذا ما صرنا مو مشكلة. يعني قد نتحول إلى أمة واحدة بالتراكم، نراكم تاريخ وذاكرات مشتركة إلى درجة أن نتحول بلحظة ما إلى أمة واحدة، بس مش أمة كذابة، لأنه راكمنا ما يكفي من المعارك مع بعض بحيث نصرنا أمة واحدة. أو أنه أخي من البداية ما مضطرين نكون أمة واحدة، نحن عبارة عن سياج مزروعين فيه مجموعة من البشر، بس عاملين عقود اجتماعية محترمة مع بعض ما فيها تنكيل لبعض. يعني انت بدك تسمي حالك كردي، سمي حالك كردي. يعني غني بالكردي، ممنوع تغني، صفر بالكردي، صفر بالكردي. يعني تصور ان يسمح لي انا المواطن كذا بعرفش ايش، ارجو من سيادة محافظ مدينة يسمح لي صفر بالكردي. صفر صفر صفر، وين المشكلة؟ أزيد موسيقاك وبحتفل أنا فيها، وعلم الموسيقى تبعيتك وبترقصني وبتعمل إيقاع خلاق كثير، واسمع موسيقى الآخر أيضا ستجد إنه في شوي بتعرفوا على بعض، ممكن تعملوا فرقة موسيقية مشتركة بعدين
كوكتيل اغاني من اجمل ما يكون. وممكن ما تعجبكم القصه، بس على الاقل بتعيشوا مع بعض بسلام، بدون دم وبدون احقاد وبدون كراهيات، وبتبادل، يعني تبادل البشر يلي حتى بعالم الحيوان هذه موجوده، مو بس بعالم البشر. الحيوانات حلتها، يعني الحيوانات حلتها مع بعضها. يعني روح على اي غابه محميات طبيعيه بتشوف مجموعه كبيره من الحيوانات مختلفه بس متعايشه، عارفين يعيشوا مع بعض. ليش مش عارفين نعيش مع بعض؟ لأن عم نكذب على بعض، من الأساس عم نكذب على بعض. أنا أدعو إلى كل الوضوح الممكن، ماشي، الوضوح إلى درجة يفقع العين بكل شيء. يعني لك دين، مذهب ديني، اعلنه كما هو. هذا أنا دين كذا وكذا وكذا يتناقض مع دينك، أوكي أنا بشوف الله غير ما بتشوفه، اسمح لي أعيش معك، وما بدك تعيش معي الصفر مو على كيفك، وأنا ما بدي أعيش معك. ما بدك تعيش معي إيه، وأنا ما بدي أعيش معك، بس هيك أنا جار كويس وأنت جار كويس. بس اسمح لي شوف الله كما اشوفه انا، مش انت تشوف لي بلا حكي. ما تخسرني على الله، وما تخسرني على قوميتك، وما تخسرني على برنامجك السياسي، ما تخسرني عليه. يعني على ادنى لسه في فرصه، خليني في فرصه، في فرصه. هذه المانيا اللي نحن فيها. شايف فرصه انه من خلال دعوات المؤتمر الوطني العام، هلا في دعوات شبيهه بدعوات المؤتمر الوطني العام بسنه 20 لما الامير فيصل عمل، اعتقد الامير فيصل عمل المؤتمر الوطني العام ودعا السوريين، واللافت كان نائبه شيعي لبناني قبل ما تتقسم الحدود بشكل كامل. فمين هن اللي يمكن يكونوا الرافع لهذا المشروع، لهي الفكرة اللي بتحكي عنها؟ شو الترياق المضاد يعني بالمعنى العام مو بالمعنى هلا آسف، يعني أنا نحكي جيلي، أنا جيل خاء أبو سخيف، ما بتراهن عليه. شوف يعني أنا عندي شغلة ما بعرف، إن شاء الله بس اللي بيجيلي ما ينزعجوا مني، يعني ما ينزعجوا. أنا كنت أقول شغلة إنه يلي يعني عمره أكبر من نمرة رجله ما يحكي بسياسة. بس يصير عمرك أكبر من رجلك طلع من العمل العام، ترك العمل العام للشباب. في شباب حلوين بالبلد، يعني خليهم يتحاوروا مع بعضهم. أنا بقرأ يوميا، بقرأ أسماء مدهشة، والله العظيم، والله العظيم مدهشة بالأداب، أسماء مدهشة بالسياسة. بتفكروا ناس عم بتفكر في، أنا الآن في 4-5 أسماء بقرأ لهم بشغف، تابعهم لا أتعلم، يعني لا أتعلم لأنه عم بشوفوا أنا ما بشوف. أنا خريج مدرسة الكراهية، خريج مدرسة الآخر، خريج العقائد. هن أمام انفتاح ذهني ابن كلب راحوا على أوروبا وطلعوا وحاربوا وشافوا أيام قاسية جدا ومروا بالدم وبتجربة الدم بأقصى أشكالها. هذول الشباب لازم يتحاوروا مع بعضهم، يعملوا مؤتمر وطني، يعملوا تشكيلاتهم، يعني يعملوا مؤتمر وطني دائم انعقاد مستمر، يحاوروا مشاكلهم وبهالوضوح اللي أنا عم بحكي فيه. هذول موجودين، هذول موجودين. القوى برا واللي برا جوا، برا وجوا، جوا شباب جوا أهم من الشباب اللي برا. الشباب اللي جوا انحملنا شايفين، الشباب اللي جوا هن تحت الضرب، يعني هن بالمواجهة، هن بالميدان، وهن أقدر على حل مشاكلهم، هن أولاد الأرض. وبرا أيضا في عندك نخب بتجنن جدا، بس بعد ما تعرفت على بعضها. بألمانيا هون ببرلين أنا في عندي بعرف على الأقل 10 شباب، 10 شباب على الأقل، أنا بعرف 10 شباب ما حدا فيهم بيعرف الثاني. لو اجتمعوا مع بعضهم سيشكلوا خلية عمل من أعظم ما يكون بإنتاج الأفكار. رغم الفضاءات المفتوحة، رغم التواصل، رغم الفضاءات، حتى الآن ما في شغلة واحدة بعدهم، حتى الآن كل واحد في آخر. أنا دائما في الآخر بالنسبة لي يجب أن يبقى. شوف بتعرف سوريا مثل إيه صارت مشكلتنا؟ عم ترثر كثير أنا؟ لا طيب سوريا صايرة يعني في عالم اسمه عالم القنافذ، القنفذ، استعين بالطبيعة شوي. القنفذ عنده أشواك، بوكر القنافذ لما بكون القنافذ بالوكر تبعه، إذا قربوا على بعض كثير أشواكهم بتخبط ببعض فبيندموا، إذا ابتعدوا عن بعض بيموتوا من البرد. سوريا صار فيها، إذا اقتربوا من بعض الناس عم تاكل بعضها أشواكها، إذا ابتعدت عن بعضها عم بتموت من البرد. يا الصقيع بموتها، فأنت أمامك يا أشواكك بتقتلك يا البرد، الصقيع بيقتلك. في حل واحد، أن تكون الكهف نفسه مدفع. لما مندفع الكهف كله لا عاد هذا بيجرح هذا ولا الصقيع بيقتل اثنين. سهل الصيغة ولا مو سهلة؟ مو سهل الصيغة، قدر ما أنا سهلة بقدر ما أنا معقدة. هي سهلة الصيغة، هي المسألة سهلة وسنصل لها، لكن بعد آلاف الضحايا. طيب نوصل اليوم ضروري يكون في آلاف الضحايا حتى نوصل. آخر شيء رح نوصل، لأن المتحاربين رح يملوا ورح يلقوا سلاحهم، وستجد لحظة ما حد في محاربين أساسا. تعتقد رح يملوا ولا الأقليم مشروع رح يسقط؟ المشروع نفسه خلص استهلك شروطه. في مشروع، مش أعطيني حرب
أبدية، ما في حرب إلا تنتهي. هذه أوروبا عافجت الحرب وشافت الحرب ولعنت أبوها الحرب، وآخر شيء رجعت التقت على طاولة. هذا الكلام مش دعوة للسلام تافه، لا أبدا، هي دعوة للحياة فقط، أنه بدنا نعيش، بس مشان نعيش في أمامنا مجموعة من الأسس. أولها أن ندفي الكهف تبعنا، الكهف كله يكون دافي بحيث أنه ما يفوت قنفذ بأشواق قنفذ بجلد قنفذ، وأنه ما يقتلنا الصقيع. والحقيقة الثانية هي كل الحقيقة للجماهير، كل الحقيقة للناس، كل الحقيقة بلا أي كذب، بلا أي كذب. لازم يكون في مجموعة من الناس اللي خارج الاصطفافات الحزبية والطائفية تأرخ لهي اللحظة السورية بلا أي انحياز على الإطلاق، بطهرانية المؤرخين وبعين الثائر. يعني لسه عندك أمل؟ عندي أمل طبعا، عندي أمل أنا ما بقول عندك أمل بمعنى المجازي أو بمعنى الشعري. عندي أمل، عندي أمل مش مستقى من خيالي ولا مستقى من رغباتي، مستقى من ضرورات الحياة. في ضرورة ستمضي. شرط تشكل الأمة السورية أن ندفئ الكهف وأنه ما عاد نكذب على بعض. وكل هاي الثقافات القومية والعرقية والدينية وحتى الجهوية تجتمع بعقد اجتماعي بدون كذب، بدون كذب، بدون كذب. بس أهم شيء بدون كذب. بالمناسبة يعني إذا خصمك صادق تحترمه. يعني أنا إذا كان صديق عندي كذاب بده يعمل صداقة معي بالكذب، حقيقة ما بدي إياه. أنا ما بدي صداقات الكاذبة، ما بدي السوري بوس السوري وتعوا على طريقة بعد 100 سنة من إيه يعني كثير كان حسوني أكد على فكرة حوار الأديان ويبوس بوس كثير مسكين يعني، بس ما عنده شيء تبويسه. قلت لك ما أنتجوا إلا عدوى الرشح أو الإنفلونزا أو الجريب، هذا اللي أنتجت التبويس. نحن ما منا نبوس بعض، نحن منا على الطاولة نأرخ شغلتين نعملهم. يكون عندنا مؤرخ، هذا المؤرخ بيشتغل شغلتين، يستحضر تاريخ اللحظة بزهد طهرانية وبنظافة وبدقة المؤرخ. بالتاريخ ما في 100%، 90%، يا 100% يا 0%. وهو نفسه يحمل روح الثائر اللي بده يغير بهذا التاريخ، يحمل روح الثائر اللي بده. نحن بحاجة ثورة جديدة أيضا. هذه الثورة تؤثر لسوريا القادمة، يلي هي سوريا التعايش، يلي سوريا ما السوريا اللي ما فيها مقابر كثير وضحايا كثير. بكفي ضحايا، كافية ضحايا. امتى كان في سوريا ثورة؟ نعم. تعتبر خروج الفرنسيين ثورة ولا خروج الفرنسيين ثورة بعد استقلال؟ 2011 شوف، ثورات الاستقلال غير ثورات الاجتماعية، محتواها مختلف يعني. بس كانت ثورة فعلا، ثورة بمواجهة الفرنسيين. عملت سوريا الواحدة. سوريا الواحدة بالمناسبة سلطان الأطرش هذا الزعيم الوطني العظيم جدا يلي كل سوريا تنحني له، كان رفاقه من كل سوريا. يلي نسب سلطان الأطرش زعيم تاريخي؟ مين؟ سنة سوريا شعبندر وسواء من هدول الناس. لما راح سلطان الأطرش على الشاغور، زيارة للشاغور، طلعوا نسوان الشاغور المحجبات بالرز وبالورد استقبلوه بالزلاغيت، لأنه جامع وطني فقط. بس هذا الجامع الوطني ما كان عنده رزق، كان سوري. لأنه سوري استقبلوه، كان سوري. يوسف العظمي ما له كردي، يوسف العظمي سوري. عبد الرحمن شهبندر ما له سني، سوري. فارس الخوري ما له مسيحي، سوري. بس ايمتى كان سوري؟ لما كان في بلد مجمعة على مواجهة المستعمر، وحدها المستعمر، وفككتها القوى القومية والدينية، فككتها باسم القومية العربية. فككوها القوميين العرب وفككوها الدينيين، ومشروعين بالنهاية التاجين، المشروع الديني والمشروع القومي، هن يعني بالنهاية يعني توأم. يعني هذا يعني خلصنا من المشروع القومي. شو صار بالسودان؟ يعني هلا موجات مشروع بالضبط، تحالف العسكر مع اوكي. هذا المشروع الديني سيستهلك شروط لن تقبل سوريا. سوريا لن تقبل فيه للدقة، يعني مشروع فصيل ديني. اوكي. يعني كيف يمكن تقارن بين السودان النميري او السودان ما بعد النميري حسب الترابي والوضع السوري اللي ادى بالنهايه بسنه 2006 لاستقلال جنوب السودان؟
استقلال جنوب السودان تبعه حروب ما تزال حتى او الآن انفصال قائمة. جنوب السودان. ما تزال قائمة حتى الآن الحروب، حتى الآن جنوب السودان شوف انفصل السودان جنوبه عن شماله، صار الشمال صراعات الشمال الآن مع بعضها أقصى من صراعات الجنوب والشمال. عرفتني كل حدا عم يهر من هذا الحالة عم يتشكل حرب. الصراعات الجنوبيين كمان والجنوبيين صراعاتهم جنوب على أقصى شمال. بالضبط أقصى. والآن ليش مو الحرب الطائفية بسوريا الآن، في حرب طائفية واسمها الحرب الطائفية الآن. أي طائفة الآن ستنتصر ساعة ترجع تاكل بعضها، تاكل نفسها، هي ترجع حروبها مع نفسها لأنه ما عندها إطار وطني جامع، مثل ما صار بأفغانستان مثلا بعد مثل ما صار بأفغانستان أو في تجارب أخرى مو بس أفغانستان. إيه. أوروبا المسيحية ما ذبحوا بعضهم بالمسيحيتين، ما ذبحوا بعضهم. أوكي، فنفس الشيء بده يصير. بألمانيا مثلا حرب 30 عاما يعني قبل 400 سنة يعني قتلوا بالملايين. بالضبط اللي بده يصير الآن أي طائفة منتصرة ستنتصر على حدا لما ترجع تنتصر على نفسها، تفوت حروبها مع نفسها وترجع من أول دورها من مطحنة الدور مجددا. تعالوا نتلافى هاي الفرصة، تعالوا هاي المطحنة نوقفها دقيقة صمت ونفكر كيف ممكن هاي البلد تشوف مؤتمر وطني دائم الانعقاد، دائم الانعقاد بين ناس بنوايا طيبة. يعني الكل رايح، أنا رايح لأقبلك شريك مو رايح لأرضك. نواف بدي أقول لك شغلة، أنت كقارئ لما بتدخل تقرأ رواية بروح المحب غير ما تفوت تقرأها بروح الكاره. بروح المحب بتكتشف جماليات ما انك شايفها بالرواية. المدن أي مدينة يروح لها لأنك رايح لتحبها، تكتشف فيها معالم ما كان ممكن تشوفها بالكراهية، ما كان ممكن تشوفها، ما بتشوف بالكاره، ما بشوف. أنا ما بقول للناس حبوا حب مجاني، بقول لهم استمتعوا بالاكتشاف. أنا أدعو الناس للمتعة، أنا كل ما ليس ممتع ما بحبه، لا أؤمن بكل ما ليس ممتع. أي شيء ما ممتع أنا ما بؤمن فيه. أنا بؤمن بالمتعة، أنه شرط المتعة يجب أن يكون شرط الحياة هو شرط أي تغيير. شرط المتعة هو شرط تغيير أي تغيير بالحياة. يعني إذا الثورة ما ممتعة أنا ما بعملها، ما بعملها. وإذا الأبوة ما ممتعة أنا أكون أب. أي شيء ما ممتع أنا ضده، بس جزء من متعتك أنك تكتشف جماليات الآخر، تشوف وين في شيء حلو. متعة لا تضاهيها متعة. ما بتتصور حجم المتعة اللي بتشوفها وأنت بتكتشف جملة عظيمة بفيلم أو أغنية عظيمة بأوركسترا أو عازف عم يعزف ورنسي، عازف. أنا في عندي عازف ورنسي بيعزف تشيلو. السوريين عندهم وقت تكتشف كل هاي عنده وقت. ما هو إذا ما عندهم وقت يكتشفوا بعض بجماليات بعض، عندهم وقت يكتشفوا بعض بالكراهية. طيب يكرهوا بعض بس استمتعوا الكراهية، خلصوا منها. يعني اللي مخزون من الكراهية حل يخلص منه. يعني معلش كل واحد فينا بخزان بيته فيه 4 كيلو رز و7 كيلو فاصوليا بس وما بعرف سميدي. أنا سميدي نحن بنعمل حلويات عادة ماشي، عندنا شيء ما بعرف شيء نص طن سميدي بالبيت، فبنراكم بمطبخنا مليون شغلة بالغذاء. بنراكم كراهيات جواتنا، قطعة كراهية مع قطعة كراهية مع قطعة كراهية مع قطعة، صار في خزان من كراهيات اللي عمرها 1000 سنين ممتدة فينا من 1000 سنين. ليش ما بعرف ما بتحب المشاركة؟ نخلص منها. ايه بعرف ما بتحب مشاركة بالمؤتمرات، بس إذا حضرت مؤتمر وطني سوري عام، من كل ما كتبت من وسائل التواصل والكتب الأخيرة اللي كتبتها، الجمهور القاتل، الكتاب الأخير اللي هلا بتستعد لنشره كمان، يعني شو ممكن تقدم للمؤتمر الوطني العام كي تكون سوريا لكل السوريين لهم ما لهم ببساطة، يعني لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، يعني على الكل. ولا شيء. أنا ماني منظم كويس للمؤتمر. لا مو منظم. إذا استشاروك حدا، استشارك حدا، يعني إذا استشارني بس بقول له تعال نعمل إياك بروفا بنكذب فيها ولو على المؤتمر بس. نكذب ولا نصارح؟ ما نكذب. ما نكذب. تعال نعمل الدورة إنه ما نكذب فيها. بحياتنا الشخصية نكذب بالمناسبة، مش عيب يعني. إذا واحد مثلا قال مثلا أنا إنه والله بريجيت باردو كانت تعشقني، أوكي ليش لا؟ أنا بستمتع بالكذب، يستمتع بس بهاي نكذب. يكذب بالموعد ما مشكلة، إني نواف أنا الساعة 5 وإيش الساعة 7 ما عندي مسامحة، بس بالأساسيات ما يكون في كذب. يلي بيجوا على المؤتمر ما يكذبوا يرسموا خرائط حياة مع بعضهم. إنه أخي تعال شوف، يعني في مشكلة ما بين الرقاوي والديري، مشكلة لها علاقة بتراث كامل من المحكي، ودائما الجار مع الجار عنده مشكلة. فلاح بيزحف على حدود فلاح بعادي عنزي بتفوت على حقلة واحد تاني بتصير حرب أهلية. هيك طبيعة المجتمعات الفلاحية، درزي مع بدوي.
درزي مع بدوي تاريخيا هذا صراع ما بين درزي وبدوي، ما بين بدوي وحضري، هي شغله قائمه عبر كل التاريخ. ليش تفجرت؟ تتفجر لانه في سبب، في حدا بده يفجرها، مو لانه بدها تتفجر. يعني مشكله درزي مع علوي كانت بتنحل ببساطه جدا، ماشي بمجموعه عاقله تقعد هالناس تحطهم مع بعض وتراضيهم، والكل طيبين بالمناسبه. يعني البداوه ما لهم سيئين، ما لهم كريهين، يعني ما لهم عدوانيين، الدروز ايضا كمان. طب ما كان ممكن مع بعض يحلوا مشكلتهم بحد ادنى العقلانيه بدون بهوره، حلوا مشاكلهم. نفس الشيء بكل مناطق العالم، بكل العالم ما بحكي انا، مو مش اسمه، بكل العالم. يعني في حدا مثلا دائما يعني الجار مع الجار عنده مشاكل، هاي طبيعي هذا الكلام، ما أنا مشكله يعني. بس حلها كان شو بكون حلها؟ لانه تعالوا نتفاهم ونحط قوانين مضبوطه صح، يعني مضبوطه صح، تبنيها الدوله الديمقراطيه بالنهايه، ما بتبنيها الحكومات الشموليه، لن تبني سوى دوله التقسيم، لن تقودنا الا الى التقسيم. اي دوله شموليه لن تقودنا الى التقسيم. وكذاب اللي بيعتقد انه دوله حافظ اسد كانت موحده سوريا، ما كانت موحده سوريا ابدا، موحده بدليل لو كانت سوريا موحده كانت بتعرف بعضها، بدليل انه الان سوريا ما بتعرف بعضها، فما كانت موحده. كانت على عكس ما يقول الناس، يعني الدولة المركزية راح تحافظ على الحدود ما وحدتها لو وحدتها ما كان كل هذه الاحتقانات المتراكمه. كل ما في الامر انه كان عندنا زباله تحت السجاده، وزباله تحت السجاده، زباله تحت السجاده، فتحولت حياتنا لزبله ضخمه جدا ونحن نايمين على السجاده. اجى حدا شال السجاده من تحتنا، غرقنا بزباله. طيب ليش الحكام الجدد من يحكم دمشق الآن؟ ليه يعني معقول إنه ما بيعرفوا إنه اللي عملوه النظام وبيجوا يكرروا نفس التجربة بدولة شديدة المركزية؟ بحكي لك شغله، حتى الاسلام المتطرف طلع نتيجه الدوله المركزيه. شوف، حافظ اسد عمل شغله، حافظ اسد هو اللي ولد كل القوى الراديكاليه بشقها اليساري والاسلامي، هو حكومته، لسبب بسيط، لان كل القوى الديمقراطيه مجرد تشوف مش كصنيعة، هو صنعهم. نحكي لك كيف صنعهم. ايه كيف صنعهم؟ في مسلم مؤمن بروح بيصلي، ما عنده مشكله، عنده مشكله مع الله، بحب الله الزلمه، راح يصلي، حطه بالسجن. وفي يساري عنده وجهه نظر بالنظام، حطه بالسجن. طب انا مسجون مكتوب علي السجن، ساعة تحول الى متطرف، يعني شو يعني؟ ما هو تطرف كيف بيولد؟ نتيجه المظلوميه. كل القوى التطرف بالعالم تنتجها المظلوميه. فواحد اجى كرس المظلوميه، انتج التطرف. شيل المظلوميه ببطل في تطرف. ايمتى الانسان بيتطرف؟ لما بيوصل لمرحله اليأس، لما بتنعدم خياراته بيتحول لانسان متطرف. هذه القوى المتطرفه اللي وصلت للسلطه بسوريا يجب ان تعي هذا الشرط، ويجب ان تعي انه هي بقائها وديمومتها وحصتها بالبلد تاخذها من الديمقراطيه، وليس من التعسف، وليس من البوابات المغلقه، وليس من العنف، وليس من العصابه، وليس من الميليشيا، وليس من السلاح. تاخذها بانه هي تعمل بلد، هذا البلد اوتيل، انا بعيد، اوتيل ما في يكون امه، يكون امتين، بكون امه بتراكم حضاري تاريخي ثقافي مع بعضها، الناس بتصير امه بتراكم معه وقبولها ببعضها، او بصير اوتيل مريح لكل نزلاء. هلا بعد 9 اشهر كيف شايف الوضع؟ انا شايف انه بعدنا بالصيغه السابقه لم نتحول، اي تحول ما في، على العكس. يعني كل شيء شفناه الان انه زباله طلعت بوجهنا، يعني زباله اللي كانت تحت السجاده طلعت لنا، هذا اللي شفته، غير هيك ما شفت. وواضح انه ما حدا بده يشيل زباله، مو بس زباله بوجهنا، طلعت زباله وما حدا بده يشيل الزباله. ما عم بشوف انا اقتراح لانه حدا يشيل الزباله. وهون غايبين الشباب، وهون دور الشباب اللي لازم يحضر، يجب ان يحضر الشباب مره ثانيه. هدول الشباب الموزعين ما بين القارات كلها بتجاربهم وباستخلاصاتهم وبذكائهم. وفي شباب تنويريين بكل معنى الكلمه، يعني مع الاسف بنسى الاسماء يعني، وبخاف احكي باسمائهم، بخاف اني اتحول لمروج يعني، ماشي انه والله بروج للناس، بس انا بقرا اسماء حقيقه مدهشه يعني. بينزلوا منشورات على الفيسبوك، بس انا كل منشور قد هيك بتامله خير الله، كل منشور بيعملوه بسبب لي كتابه مقال. كنت حكيت مرة بلقاء انه برلين انتزعت منك حصة التحدي. هلا وانت راجع للكتابة بقوة، يعني كنت تكتب، بس هلا بتكتب اكثر، وكان عندك كتاب الجمهور القاتل، وهلا كتاب جديد. يعني اللي صار بالاشهر التسعة الماضية هو اللي خلاك يعني تقدر تتجاوز حد، يعني تتحدى الواقع اللي كنت فيه
تبدأ بالكتابة كمان؟ لا، بس اكتشفت اني لساني يعني بعدني مسكون بأسئلة ومأجلة وبدي جاوب عليها، ولازم جاوب عليها. في عندي أسئلة كتير ما أجيب عنها، عم بحاول جاوب عليها. يعني الكتابة بالنسبة لي هي نوع من شو بدي اسميه، يعني ما بلعب رياضة، يعني هي رياضة منها. يعني ما بلعب ملاكمة، بصير بكتب. لو اني ملاكم ما كنت بكتب اكيد يعني، بس ماني ملاكم، شو بعمل؟ ماني، وماني دبيك، ماني راقص شعبي يعني. لو كنت مغني يا ريت والله كنت بصرف الأغنية، بس هلا ما عندي شيء يعني. أنا كاتب لأنه ما عندي فرصة أخرى. ما كنت نجار كويس فصرت كاتب سيء يعني. بتتوقع إنه كل مركزية شديدة تؤدي للانفصال؟ أكيد أكيد للتقسيم، أكيد للتشظي. أكيد 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 وبالأخير هلا أكيد يعني تعمقت كتير بالتجربة السودانية. أكيد. هلا إذا أهل السلطة راح ياخذوا منك شيء، م. إذا راح ياخذوا منك شيء أو إذا ما راح ياخذوا، أهل المعارضة أو المعارضات الموجودة اللي هلا بكل فترة وفترة شايفين كيان سياسي جديد، يعني عدا تناولك للسلطة، يعني كيف يمكن تناول المعارضات الموجودة بسوريا كمان؟ حتى الآن بعدها كتشكيلات، كأفراد متجاوزتها، بس كتشكيلات بعدها عم تعيد إنتاج التجربة السابقة خطوة خطوة. بعدها ولا هي حالة تماهي، ولا مثل ما تجاوزت. فرانس فانون حكى عن شوف، التماهي مع المستعمر. ولا تجاوزت لحظة واحدة المعارضات السابقة اللي هي معارضات على بشار الأسد. نفس المعارضات بنفس اللغة بعدنا عم نسمع، تغير الهدف بس يعني. إيه. يعني كنا نسب الأسد صرنا نسب شو اسمه أحمد الشرع. أو إيه. كنا نشتم الشارع صرنا نشتم الأسد، أو العكس نشتم الأسد. ما تغيرت بعد المعارضة. أنا ماني شايف حالة ممكن تشكل جسم لمعارضة سورية تتجاوز معارضات الأمس. ومعارضات الأمس معلش يعني إذا بدنا نكون واضحين مع أنفسنا بصراحة مخجلة يعني. مخجلة بكل معنى الكلمة يعني. هل يمكن أن يكون ذلك في الكتاب الذي تنوي كتابته؟ ايه طبعا، ما لا يدون. هذا جزء. ما الذي يمكن أن تدون ما لم يدون؟ جزء منها هذه القصة اللي الآن عم نحكي فيها، جزء منها ماشي. كيف كانت يعني مين هدول الناس اللي وعدونا وكذبوا علينا؟ كلهم. اي تمام، يعني كيف وعدونا وكيف كذبوا علينا. مش تشهير يعني، مش من منطق الصحفية اللي بتلقط التشهير، لا والله، بكل حب، بكل حب يعني، بكل تجرد، بكل تجرد. أنا كل شيء متأكد منه ومتيقن منه تماما إنه إحنا أمام تجربة كثير هزيلة. وبصراحة يعني تجربة المعارضة السورية تجربة. شوف أحكي لك شغلة. أحمد شرع محظوظ شوف، بعمري أنا ما توقعت في رجل محظوظ كما أحمد شرع. ليش؟ أحكي لك ليش محظوظ. محظوظ بسببين. السبب الأول إنه ورث بشار الأسد. أي حدا بحل بشار الأسد رح تحبه، لأنه ما حد ممكن تكره أكثر مما كره بشار الأسد. في إجماع كامل في كراهية لبشار الأسد بلا حدود إلى درجة الغثيان. يعني أنا الآن بشوف بشار الأسد بأصاب بحالة من الغثيان فيزيولوجيا في نفسي. والشغلة الثانية أنه ورث معارضة هزيلة وسخيفة إلى درجة أنه أي معارضة أخرى تتخطاها. فكانت معارضة غير محترمة وما بقلل من شأنها، بس إنجازاتها بتقول لك أنها غير محترمة، بدليل ما أنجزت شيء. أنجزت خطاب متكرر وسخيف. وبصراحة عيب يعني إنهين هدول الناس يعني، بس عن جد مخجلين. وإذا كان في شخصيات يعني بيناتهم بارزة، هم نفسهم سحقوها وما سمحوا له بأن تنمو أو إنه يكون لها حضور. تحاربت يعني شخصيات بالمعارضة اللي كان ممكن تكون تشكل يعني ضمير وطني عام، التعن أبوها، غيبت واغتيلت سياسيا، أخلاقيا وعاطفيا ومعنويا. البعض جسديا. ما بدي احكي اسماء، بس اكيد يعني في اسماء كثير اغتيلت، تم اغتيالها عاطفيا، لانه ابوها اساءوا سمعتها، شرشحوها، فاسدين شرشحوها. الان سوريا مفروض فيها شبابها يشيلوها، شبابها لازم يشيلوها، شباب الداخل والشباب اللي برا، بالداخل وبرا، يشيلوها باتجاه حوار وطني سوري يتلافى الدم والعنف باي لغه عنفيه يخرج منها. العنف ما رح يوصلنا على أي مكان إطلاقا، ما رح يوصلنا. ما بعرف، قريت من يومين جملة لجون كينيدي مدهش الجملة، يا ريتني ما كتاب هيك راحت من بالي. فيها شيء من أجواء غاندي يعني، بأنه أخي هاي الحروب يعني لن تجرنا إلا للمزيد يعني. ولا دائما العنف ولاد عنف، العنف ولاد عنف يعني. ما في كائن يتكاثر كما العنف.
نحن الان بمرحله مخاض عنفي بلا اي حدود. الناس كلها يعني انا بتطلع بتشوف جماعه اليوتيوب هدول شان خطاب سياسي. برواندا كان في اذاعه واحده اسمها الف تله، كان كان عندنا الف تله. ألف. طب اوكي يعني شوي 5 دقائق، دقيقة صمت على ارواح الناس اللي ماتت، وقعدوا فكروا شوي بس مع بعض، يعني مع بعض شوي شوي، لانه ما عندكم حل. يعني اخر شيء رح ترجعوا على الطاولة، راح ترجعوا على الطاولة. يعني هلا الوضع بلبنان او بالحرب العراقيه الايرانيه بتوصيل جرامشي كان في حاله توازن كارثي، وقفت الحرب. هلا بتركيا بعد اكثر من 100 سنه في مسار تفاوضي. ايش اوجلان قالوا نوقفوا الحرب وكبوا بواريتكم وحرقوها لسبب بسيط، مش لانه ثائر سيء وثائر خويف وجبان، مو لانه جبان. اوجلان مو جبان يعني محارب وثائر بالتاكيد ثائر، واحد اعلام حركه التحرر. يعني اجى قال كبوا سلاح، ما في جدوى للسلاح، ما في جدوى للسلاح. يعني القضيه الكرديه تنتصر بالاغنيه مو بالبارودة. انتصرت تركيا، انتصرت الان. يعني الان القضيه الكرديه تعتبر قضيه منتصره الان بتركيا، صفت لغه الكرديه لغه. فاوكي يعني ايش اوجلان طرح مشروع مو لانه رومانسي، لانه شاف انه يعني في طرق مسدوده فمنغير. شوف بدي احكي لك شغله، حتى خذ الحروب، مو اسرائيل تيجي نحكي عن اسرائيل شوي، مهم كتير، وكنت حاب احكي مع بعض السابق من دائما اسرائيل. قل لي انا شو مبرر وجود اسرائيل الوحيد الان قائم بكل السياسات الاسرائيليه؟ انا وراء الاسوار، يعني انا موجود بدلاله انه وراء الحدود عندي خصم. من 48 للان كم حرب فاتوا فيها العرب؟ حرب 48 وحرب 56 وحرب 67 وحرب 73 والحروب المتلاحقه والمخرج وللان الفرعيه. هذه الحروب رجعت حيث شيء؟ ما رجعت. خسرت العرب جيوش بدون اي طعمه، موارد نهبت نهبوها العسكر. يلي ما حاربوا اسرائيل حاربوا شعوبهم، ولا مره حاربوا اسرائيل، حاربوا شعوبهم. يعني كل بنادقهم تشهد على شعوبهم، وتحديدا بسوريا. هيك حصل، مو هيك صار؟ بالمقابل الاسرائيليين شو ربحوا؟ ربحوا السجن. ما في كائن بالعالم سجين كمان اسرائيل. سجين بجغرافيا، واحد ساكن بمحل محاط بالاعداء من كل الاماكن، وابنه اما تحت السلاح واما احتياطي سلاح. في حياه ابأس من هيك حياه؟ معقول تكون اكثر بؤسا من بني ادم كل ما مر بالحاره الدكنجي بيكرهه، وجارته عم تيجي الغسيل بتكرهه، والزباله بيكرهه، وما حدا طايقه؟ تصور في بني ادم محاط بكل هاي الكراهيه. بقول لك انه العرب ما بيقولوا سلام. ايوه، لو كان في سلام ما الذي حصل؟ كان انحلت مشكلته هو، وانحلت مشكله العرب اللي حواليه. كنا خلصنا من الدكتاتوريات العسكريه، خلصنا من الجيوش اللي ما لها لزوم، عملنا تنميه وموارد مع بعض، استفدنا من التقنيات الاسرائيليه، واستفادوا هن ايضا كمان من امكانياتنا. يعني وبنحرب لا طائل منها، ما في انتاج فيها، حرب خاسره لكل الاطراف. هن خاسرين والعرب خاسرين. تعال شوف ادمجهم بالمنطقه، تعالوا شرفوا على المنطقه، فوتوا على المنطقه. والله لو فاتوا على المنطقه البزوريه ستكون اقوى من اي جيش اسرائيلي. البزوريه اقوى من اي جيش، البزوريه اقوى من 5 ألوية. اي دكنجي بالبزوريه اقوى من 5 ألوية بالجيش السوري. والله العظيم اقوى، والله ببيعك مش مجفف وزبيب وورد حلو كتير. ما له كلام شعري لا 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 مطلقا هاي اوروبا امامي. شعري روائي. لا امامي انا نموذج للتعايش. انا ببساطه جدا دمج اسرائيل بالمنطقه، تلغي اسرائيل شرط ان انا موجوده بدلاله العدو. ما عاد عدو، هو بالاصل هو نلغي. ما بلغي، انا بلغي دلاله العدو. دلاله العدو بس بقاء موجود. هو انا موجود، ما عندك مشكله، خلص موجود، تعيش انا وياك نعيش، بس بدون دلاله العدو. مين أدرك هاي المسألة؟ بتعرف مين أدركها بهالزمان؟ أنا هاي تحديدا بيوم من الأيام حكى لي إياها الياس شوفان، قائد أمنية الياس، حكى لي إياها. أنا موجود بدلالة العدو. يا لطيف شو عملت فيها هالجملة. الياس شوفاني، المفكر الفلسطيني مسكين ظلم هذا الرجل. يعني
الياس انظلم كمفكر، انظلم الياس، يعني هو ظلم حاله، لانه كان ممكن يكون الياس مفكر جيد جدا، منظر جيد جدا، وراح على السياسي، والسياسي بتعطب، يعني السياسي سخيف يعني. فالياس كان هو حكى لي بدك انا موجود بدلاله العدو. كيف يعني موجود بدلاله العدو؟ انا يعني اذا مات العدو انا ما عاد موجود. انا موجود بدلاله لوحه رسمتها، انا موجود بدلاله شجره زرعتها، اما انا موجود لانه في عندي عدو. فانت بتلغي اسرائيل، بتلغيها تماما، لانه الغيت العدو منها. صفت اسرائيل جزء من هاي المنطقه، وتعالوا فوتوا خيو، فوتوا ناموا عنا بالاوتيلات وكل سندويشات، هون بخلة كثير على كل الاحوال يعني، بس معلش يعني. فيعني لازم موضوع الحرب ينتهي بالداخل وبالخارج وبكل الجبهات. يسقط البنادق، تسقط البنادق باي صوره من الصور، يجب ان تسقط البنادق. تعتقد ان البنادق راح تستمر بالشرق الاوسط؟ هذه البنادق ستستمر ما دام في حدا محتكر السلطه، ما دام الشعوب ما هنا. شوف، في شغله بسيطه جدا يعني، ما تطلب من مظلوم ان يقبل بك حاكم. هذا المظلوم الان اللي قبلان فيك حاكم، اخر شيء بيعمل اصلاح عليك. فلما بكون في انظمه عداله اجتماعيه وديمقراطيات وبرلمان مضبوط، وانا مع النموذج الفيدرالي بالتاكيد قطعا يعني، ومع النموذج الفيدرالي مش انتصارا لحدا، يعني انا مع النموذج الفيدرالي لكل سوريا، لكل سوريا، لسبب بسيط جدا، انه انا امام النماذج الناجحه، فقط لاني امام النماذج الناجحه، يعني ما في داعي اختبارها. المانيا نموذج من هي اختبرت، يعني انا امام صيغه مختبره، وانا احوج لهذه الصيغه. يعني المانيا الفيدراليه، المجموعه الفيدراليات، الالمان بيعرفوا بعضهم اكثر من السوريين بيعرفوا بعضهم. السوريين احوج الفيدراليات، يعني اذا الالمان محتاجين الفيدراليه مره، السوريين محتاجينها 5 مرات، مش مشان يتقسموا، مشان يتوحدوا، مشان يتوحدوا، مشان ما يتقسموا بالدم. ما هلا في اتحاد، يعني حتى الاتحاد الاوروبي، المشكله كيف يعني عندهم مشكله، في مشكله في انغلاق بالدماغ احيانا بصير في بني ادم، ما بعرف، يا انا غبي وادعي الذكاء، يا انا ذكي ومحاط باغبياء، والله العظيم ماني عارف. بس في شغلات انا بجاوب عليها بسهوله جدا، يعني انا بحب احكي بلغه الطباخ، هيك طباخ مطبخ يعني، جابي باص يلي بدك اياه، يعني بحب احكي بدون تعقيد اللغه الفلسفيه، يعني بسهوله. يعني في شغلات، اعطي طفل قلم رصاص، اول شغله بيعملها برسم دائره. بتعرف ليش برسم دائره؟ لان اكمل شكل هندسي بالكون هو الدائره، برسمها الطفل ببراءته وبتلقائيته بدون اي تفكير. انا بدي ارسم هاي الدائره، انا تصوري انا ارسم هذه الدائره، ماشي. اللي كنت بدي اقوله انه الجمهوريه العربيه السوريه اتقاتلوا عليها، قتال العربيه السوريه. طيب تعال نحسبها شوي. انا بدي كان عندي بضاعه، عندي بضاعه اسمها الجمهوريه العربيه السوريه 3 مفردات، وعندي بضاعه اسمها الجمهوريه السوريه مفردتين 2، راس مالي هون مفردتين، هون 3 مفردات. بالجمهوريه العربيه السوريه انا خليت سوريا للعرب فقط، حرمتها من كل القيم والقوميات الاخرى، خسرت كل القوميات الاخرى مشان لعبه لغه سخيفه لا بتجيب ولا بتودي. بس لما بقول الجمهوريه السوريه انا كل الناس صارت محتضنه جواتها، كل الناس موجوده داخل كلمتين. ليش اعمل 3 كلمات واحشي فيها فئه واحده، بشر واحد، عرق واحد، قوميه واحده، وما بتخسرني شيء، ما فيها اهانه لحدا. يعني انا لما بسميها الجمهوريه السوريه، مجيء الاستقلال سماها الجمهوريه السوريه ما قبل عبد الناصر، ما قبل ما اجى البعث، ما كان اسمها الجمهوريه السوريه، ولها طابع حلو، وعندها رئيس جميل، وبرلمان حلو، وطبقه مثقفه، وبيلبسوا حلو، انيقين. شوف حفلاتهم، شوف الاناقه استاذ، شوف جامعه دمشق والاناقه، اخر موضه الشباب، اخر موضه، ومحبين في غرام وعشق، وانتجوا شعر وانتجوا ادب. كل ادبائنا المحترمين هم اولاد ابناء الاستقلال، اذا مو ابناء الاستقلال اولاد ابناء الاستقلال. طيب هدول الناس اللي انتجوا لنا كل هذا الجمال كان اسم بلدهم الجمهوريه السوريه بدون اي مشكله، بكل تواضع. الان بدي افرض ان الجمهوريه العربيه السوريه، مشان ايش؟
انا بلغيك وما بربح، والله لو الغيتك وبربح ما عندي مشكله. بدي الغيك يا نواف، انا وياك شرك يا نواف، اقسم بالله اذا فيني الغيك مشان اربح ما عندي مشكله. اخي بدي اشطب عليك واربح، بس انا بشطب عليك وما بربح، بخسر. بالضروره تخسر. فصرت قاتل وحمار. يعني واحد قاتل عبقتل نواف وغبي، كيف لو عبقته بربح يا اخي والله على راسي، بس عبقته بخسر. نعم شو انا قاتل وحمار. امورنا سهل حلها، ما انا معقده. بقدر ما انا معقده بتكون سهله كثير يا اخي هي معقده، هي معقده جدا، لانه نحن بدنا نعقدها. لانه وخاصه المثقفين كثير بحبوا التعقيد. يعني انا بصير معقد، بصير مثقف اكثر لما بقدم لك صيغه معقده اكثر انك انت ما تفهمها. كيف بتميز عنك انا؟ كيف انا ماني رعاع وانت رع؟ لما اكون انا مثقف انت ما بتفهم. لما انا بحكي لغه انت ما بتفهمها. لازم اكون انا بحكي لغه. ما بتشوف صاير في تغيير بالكم شهر اللي فاتوا؟ يعني هلا في تناول نقدي للتجربه السوريه الجديده، فرحه السوريين اللي ما حلا تحصل هاي التجربه مراجعتها يجب ان تحضر. الشباب سوريا تشردوا، لازم يرجعوا بلدهم. ما حدا فيهم الا عنده رغبه يرجع بلده. بهذا الظرف ما حدا يرجع بلده، من اللي برا من اللي جوا كلهم طامحين ليهربوا من بلدهم. فاللي جوا بده يهرب واللي برا مستحيل العوده. مشان ننهي استحاله العوده ونخلي الناس اللي بالبلد يتمن بالبلد، لازم يكون في مؤتمر وطني يوصلنا الى مرحله دستور يراعي كل خيبات الماضي. وكانت عندنا دساتير، يعني دستير بالمناسبه، يعني ماني قارئ قانوني يعني. بس الدستور اللي مش عليه جيل الاستقلال دستور كان كثير حلو، قبلوا فيه وضيفوا عليه وعدلوا فيه عبر مؤتمر وطني. اما تيجي تعملي دستور خلال يوم على قياسك انت على وجه التحديد، دستور عائلي ما في وجبه عائليه بسموها، بتطلب من المطعم بتاخذ بيبسي كولا حجم عائلي. دستور عائلي مو دستور دوله. طب جيت انت تنبهت هيك وبدك تعمل مشروع دستور البلد، استعجلت كثير على الدستور. كيف بدنا نفهم عقليه هدول الناس؟ يعني نحن بعد ما تخطينا العولمه والقضيه الكونيه وهلا الاعلام الرقمي وكل اللي بيصير، وهلا يعني باتجاه شرق اوسط جديد بالمعنى الحقيقي يعني. وبعتقد هذا السبب اللي خلى تركيا، شوف يعني اكيد انتبهت انه مين بدأ بالسلام على وفد حزب المساواة والديمقراطية الشعوب كان دولة بخجلي. أكثر الناس عداوة للكرد والقومية الكردية ولحزب العمال. عاقل هذا، يعني عاقل أكثرهم عداء، أكثرهم عقلا. إيه هو اللي راح وبدأ مسار. وهلا أستاذ نبيل، آخر شيء قريته بالصحف إنه نحن نبحث عن كل تجارب العالم. هذا تركي يقول، يعني مسؤولي حزب العدالة والتنمية، بدنا نبحث عن كل تجارب العالم اللي صار فيها حروب أهلية وكيف انتهت بوضع السلاح. هن ما بيقولوا انه بدنا شيء جاهز يعني. لا، انتم طبعا في بالكلام الاعلامي حطوا السلاح وخلصت المسألة وما ضل الارهاب. طيب ليش غلات القوميين الاتراك قدروا ياخذوا ولو انه العملية لسه ما انتهت يعني بس نقطة نظام؟ ليش غلات القوميين الاتراك قدروا يوصلوا لعملية بعد 100 سنة واكثر، 100 سنة وسنتين يعني بعد لوزان؟ وليش بدنا نعيد نفس الشيء وبعصر العولمة وبالإعلام الرقمي وشرق أوسط الجديد؟ يعني مين يمكن بالفعل هيك يعمل يعني شيء كبير لا يقدر يتصدر المشهد أو هلا يلاقي حل؟ نحكي الحل هو بأنه نعيد السؤال لنوصل لنتيجة هي التالية. كل الأنظمة الاستبدادية تحولت إلى معركة مع نفسها والقوى المستبدة. يعني كل القوى الراديكالية ابتدأت أول شغلة معركتها مع الناس، ثم معركتها مع نفسها. يعني خذ أنت على سبيل المثال كل الفصائل الموجودة بليبيا شو كانت اللي احتلت ليبيا ما بعد القذافي؟ هي الفصائل الراديكالية الإسلامية بتنويعاتها. إلى وين آلت؟ إلى أن تحارب بعضها. فدخلت حروب مع بعضها. طوائف
بالحروب الطائفية كل ما تنتصر طائفة على طائفة بترجع بتحارب الطائفة نفسها. لما هذا النظام بيدرك على أنه هو معركته رح تكون مع نفسه مستقبلا، إذا حسب معركته مع شعبه بأن استولى على الناس والبلد وموارد البلد واحتكر السلطة بإيده، لازم يدرك أنه ستكون المحصلة معركته مع مع أشباهه، مع المشتق هو منه أو المشتقين منه، كما هو ينشق على الآخرين. ما كان قاعدة وتحول لجبهة نصرة وصار مو هيك. كمان أيضا من داخله ستنمو ضده من جواته راح يكون، مشان هو يستمر كجزء من بلد ومشان البلد تبقى لازم هو يدرك شغلة واحدة فقط، أنه خلاصه بأن يكون ديمقراطي. خلاصه مثل ما هو خلاصنا، يعني كما خلاص القوى الديمقراطية والقوى العلمانية بتوطين المسألة الديمقراطية بسوريا، أيضا خلاصه هو فيها، لأنه تارك كلها. أعطيني فصيل إسلامي بتاريخ الفصائل الإسلامية إلا قتل من بعضه أكثر من الآخرين قتلوا منه. حصل ولا لا؟ أعطيني أي فصيل إسلامي، خذ من القاعدة وأنت ماشي. أول شغلة بيعملوها الفصائل الإسلامية بقتلوا بعضهم، بينشقوا عن بعض ويبدأوا يقتلوا بعض. باعتبار كل فصيل يمتلك الحقيقة المطلقة. كل فصيل بصير هو الحقيقة المطلقة، وفي مصادر وموارد ولعب فأنتوا يعني بالنهاية مصلحتك. أنا ما بدي خاطبك عاطفيا ولا عقائديا، ولا بدي خاطبك بالمعنى الأخلاقي، بدي خاطبك بمعنى بقائك. طيب يمكن نشوف اللي بيصير بإسرائيل بتركيا مثلا بالمغرب بعد الملك اللي راح الحسن الثاني. هلا ديباجة الدستور المغربي، وأنا دائما بذكر هاي الشغلة، تقول الهوية المغربية تتكون من الهوية العربية الإسلامية والأمازيغية والحسانية والعبرانية. عاقلين ابنه الملك الحسن أبوه كان من أذكى الحكام العرب، معروف عنه أنه من أذكى الحكام العرب الملك الحسن، بس بعناده بانغلاقه على نفسه عمل مشكلة اسمها مشكلة البوليساريو اللي ما عرف يطلع منها اليوم. بالمناسبة على سيرة البوليساريو، يمكن بعد كم يوم يطلع، يعني بعتقد يعني في حراك وفي حلاق وحل، أكيد في حل واضح، يعني في حل بالأمام، يعني قريب الحل يعني. فالملك الأب يعني بيوم من الأيام أطلق الكلاب البوليسية على المتظاهرين، أكلت المتظاهرين وهيك، وكان شخصية جبارة يعني. سجونه كان سجون طبيعي. أجل الابن شاف الحل مش عند أبوه، الحل بالديمقراطية، كان الحل بتوسيع الهوامش الديمقراطية. ده هاي اللي أنت بتحكي حل مشكلته هو هلا في ثنائيات اللغة العربية والأمازيغية يعني بيكتبوها يعني. أي بس لغة لغة. طارق من زياد أمازيغي يعني. في ينكر طارق من زياد، أبوه كان ناكر طارق من زياد، ودولة المخزن تاريخيا كانت قائمة على الأمازيغ. كل دولة المخزن يعني كل محاربي المخزن كانوا أمازيغ، والأمازيغ كانوا جيش التحرير الوطني، يعني الجزائر المقاتلين الأبداد كانوا أمازيغ بالجزائر وبالمغرب. وبالمناسبة صارت لجنة المصالحة، ما بتذكر اسمها بالضبط، كمان بالمغرب كمان. ما حل مشكلته هو يا ترى؟ حل مشكلته ولا ما حلها؟ يعني هلا كان بصراع وحل الصراع. كنت أنا أمام مواجهة وموارد عم بهدرها وجنود عم تتقتل وكراهية. هلا المغرب شوي بعيد عنا. تعتقد إذا القضية الكردية حلت بتركيا، إذا بتركيا يعني قديش يمكن يكون لها تأثير بالداخل السوري؟ يعني تركيا كدولة تأثير، وبما في انزياحات. هذا نواف، شوف احكي لك شغله، لما الدنيا بتمطر مو بتنمى بس نبته اسمها العكوب، تنمى جنبها نبته ثانيه ونبته ثالثه وخامسه وسابعه، الارض كلها بتغتني بالنبات. حل مشكله وحل مجموعه كبيره من المشاكل بعده. مو شغله بسموها جناح الفراشه او هيك شيء. هي جناح الفراشه اللي عم نحكي عنه. انحلت تركيا بتنحل جزء كبير منها بسوريا وبالاقليم كله على بعضه، ويجب ان تحل كل هذه المسائل المؤجله. انا ما بحكي من زاويه القضيه الكرديه بس، يعني انا من زاويه ديمقراطيه المنطقه. يعني هلا طلعت لنا قضايا جديده. كنا امام قضيه اسمها القضيه الكرديه، صرنا امام القضيه العلويه، بعدين هلا القضيه الدرزيه، بعدين بكره ما بعرف شو بيطلع لنا قضايا. يعني كل مجزره وراها قضيه. خايف طبعا، كل مجزره وراها قضيه، كل مظلوميه تنتج قضيه. بنكون كثرنا القضايا وكثرنا التعقيدات بالتوقيت اللي نحن لازم نحل القضايا مش نولد قضايا. المفروض نحل القضايا مش نولدها. انت عم بتولد الحساب مين؟ كل قضيه عم بتولدها عم تحمل عبائها. طيب ليش تحمل عبائها؟
ليش تعمل عباها؟ انا عندي جار غليظ وثقيل دم، بروح مشان ناكي جاري الغليظ وثقيل دم باني اجر جار ثاني اغلظ منه يتقاتلوا ببعضهم، وانا صارت البنايه كلها غليظه. البنايه كلها صارت كلها بتقاتل بعضها، كلها بتكب زباله على بعضها. ما في قضايا ما تنحل، يعني لازم نفكر بالحل. يعني عندنا مشكله كبيره جدا دمويه جدا ما بصير استمرار. يمكن يكون جيل الهزام، انت بتقول نحن من جيل الهزام والانكسارات. طيب انتم تصروا، طيب انتم يمكن تقدموا يعني اللي لسه ماشي، يعني انتم شفتوا كتير وقرأتوا كتير، وكمان خاصة انت يعني كصحفي وروائي، ويعني هيج لما بنقول جيل من الهزائم والانكسارات البعض يقول هذا الجيل ما نافع. احيانا هذا الجيل يملك ما لا نملك. لا ليش لا امتلكتوا تجربة ثرية حياتية كتابية عملية. امتلكنا اوهام وشعارات وبعدنا اثر لهذه الشعارات، ما زلنا مكبلين بشعارات. كيف يمكن الجيل الجاي ما يعني انت تساعده انه ما يرتكب نفس الخطأ؟ يعني الجيل الجديد مفروض يكون عنده ادوات كفاحيه. يعني واحدنا كان لما بده يكتب منشور يعني يحتاج فيها رئيس البلديه بيكتبوا بالسر وايده عم ترجف وبلفوا بورقه وبيعطيه. اسمع هاي الحكايه كنا بالجامعه، اجى عندي صديق بحبه كثير وما زلت بحبه ما زلنا الصراحه. نادالي على جنب، فاجيت بهمس هيك بكذا والى اخره، ودحش لي جبت اوراق قال لي نبيل انتبه. فانا اعتقدت انه راح نسقط النظام هلا بعد 5 دقائق راح نحتل القصر الجمهوري. فكان في الحمامات التواليتات تبع الجامعه، نزلت على التواليتات ريحه بتقتل وحالتي حالي، وفتحت المنشور. شو طلع معي؟ عاشت الصداقه السوريه السوفيتيه. ليش كان خايف؟ ليش خايف؟ كان وقتها الحزب الشيوعي نضال الشعب. عاشت بالاخمر والله ما بنسى اللون، عاشت الصداقه العرب. جيل خايف، انت جيل انت جيت مفاتح على العالم كله، ما حدا في خوفك. كل الحواجز دمرت امامك، كل الحواجز عالم الانترنت دمرها. مش قليل اني انا فايت على جوجل وعم ببحث بجوجل وبيعطيني معلومه باسهل السبل. عندك قناه فضائيه، كل واحد عنده قناه فضائيه. مش قليل اني انا فيني احط ميكروفون امامي احكي مع الناس وصل صوتي. طيب هذه مش قليله. طيب مش قليل العلوم الحديثه، العلوم الطب والهندسه العماره، علوم الموسيقى. يخرب بيت السينما شو تطورت، يخرب بيت الموسيقى شو تطورت. كل هذه العلوم متاحه لك انت كجيل جديد. حركة الكتب الترجمة كله على بعضه مسترك موارد هائلة جدا للمعرفة والثقافة والحركة أيضا والنضال. يعني سابقا إذا احتمال اعتقالك 90%، الآن احتمال اعتقالك 30%. تعك مشوني بدي أعمل حساب على الفيسبوك باسم ثاني. دول كبيرة لا تستطيع منذ سنوات الوصول إلى حساب مثلا معين. ما فيك توصلني أنا أقوى منك. أنا عندي أدواتي. جينا أنا شو أدواته؟ همس وسهرة ونسكر الباب ونزل ستار على شغلة سخيفة جدا، سخيفة وحياة الله. مشان أنا أعمل له قتل لأستاذ الفتوة ماشي. عملت اجتماع حزبي، سكرت عملت حزب مؤلف من بنات 2 وصبي، سكرنا الستار. كيف بدي أقتل أستاذ الفتوة؟ تعمل كفين قبل سرقوا كفين. اجتماع سري والله. ضرب استاذ الفتوي اللي خلاك تهرب يطردوك. كانت من افضل الشغلات بحياتي هذاك الكف اللي صرفته ماشي. يعني في كفين اكلتهم بحياتي ما بنساهم، اجمل كفين بعمري اكلتهم، اجمل كفين بحياتي اكلتهم والله العظيم. ضرب الفتوي اني انا سلخته كف فطيرني على حلب. وبحلب تعرفت على تجربه مدهشه تماما، على ناس حلوين كثير، على الحلبيه العائلة اللي فيها موسيقى وفيها حب وفيها أناقة وفيها البرجوازية الحلبية. تعرفت على البرجوازية الحلبية بكل ثراها الأخلاقي والنفسي بعمر صغير ولد صغير. وببناي كان فيها 16 بنت وأنا الصبي الوحيد. والله العظيم. البيت كمان كنت الصبي الوحيد؟ مو بالبيت، بالبناي. لا قصدي وبالبيت الوحيد. بالقرية كمان. كان العمر الوحيد. والكف الثانية اللي أكلته أنا واحد سلخني إياه كف وأنا عم كمان ما بنساه. انه انا بدي اتمرد على ابي، بدي اروح اشتغل ادرس بجامعه بيروت العربيه على حسابي، ما بدي اخذ من ابي لانه كان طالع لي منحه ماشي من الحزب الشيوعي، وانا كنت معادي هون للشباب بالحزب، فما بروح بدرس على حساب حزب انا يعني تاركه يعني.
فقال شو يعني اروح ادرس انا على حساب ابي؟ طيب لا انا بدرس. شو بتشتغل؟ فواحد من ضيعتنا لبسني قميص ابيض وبنطال اسود هيك واخذني على مطعم، فقال لي بشغلك جرسون. فانا ما بعرف شو يعني جرسون، بس عجبتني الفكره، مو فرنسي. فاول شيء طلع خيال الان دولان وكذا. فانا الان تبع المطعم طلع فيه مشتغل المطاعم سابقا. قلت له لا. شو مشتغل؟ قلت له لا مشتغلش. قال لي روح على المطبخ. رحت على المطبخ، عجليت الجليات هيك. قلت له حملت الصحون نزلوا تكسروا كلهم بين ايدي. اجى لعندي سلخني كف. صاحب مطعم. طلعت عيوني. بنفس اليوم ركبت طياره ورحت القاهره، وكانت تجربه مصر اللي هي التجربه المؤسسه اللي كل شيء حلو بحياتي. كفين والله العظيم، كف انا سلخت له واحد وكف واحد سلخني اياه. ماشي حلو الفكره. ما الكف الثاني خلاك توصل لمصر. الكف الثاني وصلني مصر والله العظيم. مصر التي تحب، مصر التي يعني مصر نجيب سرور مصر كل شيء فيها. مصر يعني مصر بالنسبه لي شو مصر هي الثقه لا تهتز ايا كانت تحولاتها. ما بعرف ليش عندي ثقه بهذا المكان. ما بعرف شو الثقه. يمكن الكلام اللي قلته انه عزت العلايلي لما سالك يعني وانت ببيته. كنا عنده ببيته. كنت انا وفراس ابراهيم ماشي عنده بالبيت، وكان عم بيصورني مسلسل اللي انا غيروا اسمه كذا مره، هو بنسيون مريم ماشي. فيما بعد سموه موجود على اليوتيوب، موجود مقاطع منه على اليوتيوب. شو كان اسمه سموه بعدين ارواح منسيه. بنسى حالي يا رجل. فبسالني ما عنده بالبيت يعني، كان قارئ النص وحابب النص، هو دور البطل يعني. فمسكني على راسي قال لي الدماغ ده من فين يعني؟ شو؟ قلت له من عندك. فهو استغرب انا شو من عندك يعني؟ كيف من عندك؟ قلت له من عندك يعني مين صنعه؟ قلت له انت صنعته. كيف انا صنعته؟ قلت له انا كنت ولد صغير وكان في عندنا سينما اسمها سينما سرايا، عرضت فيلم الاختيار وكنت بسويدة وانا كنت طالب صف ثامن يعني. فامي بدي اني طبيب، وابي بدي اني طبيب، والعيله بدي اني طبيب، الكل بدي اني طبيب. دكتور يعني دكتور بحب الدكتور يعني بيضرب ابار وكذا شغله كردا وعربا ودروزا كله بحب علويين وسن. فحضرت الفيلم هذا اللي هو فيلم الاختيار لك. قلت له انا بس حضرت فيلم الاختيار، طلعت من الفيلم مقرر انه اكون كاتب لانه شخصيتك ادهشتني بالفيلم. فحزن جدا طلع فيه هيك بحزن كثير. قال لي معقول؟ قلت له ايه يعني انا يعني انت خلقتني يعني اذا قلت انا سبحان الخالق فانت خالق. انت خالق بالنسبه لي، انت خالق. الشخصيه الاكثر تاثيرا واللي اثرت انت اللي صممتها. فيلم الاختيار هو اللي عمل كل هذا التحول. عدا الفيلم يعني المره اللي فات قبل فتره كمان كنا ضيوف الاستاذ نبيل، فحكى عن شخصيات كثيره منهم الراحل خالد بقداش وجنان زعيم الكردي وزعيم الكردي امام جلال. يعني ربما لم اتوقع انك ستتحدث عن خالد بقداش ما تحدثت فيه. ربما تحدثت عن خالد بقداش الذي أعرف أنك لا تتلاقى مع حزبه ولا هو سياسيا. ما يعني أنت بتحكي عن مجموعة من الشخصيات الفنية والمسرحية والشعرية والسياسية والكردية والعربية. يعني الجميل، وخليني أقول لك ونحن يعني بنسجل يعني بعتبر حالي بعرفك إلى حد معين، مو كتير يمكن لا كتير. رغم ذلك يعني بشوف منك أجوبة ومعلومات يعني برجع استغرب منها. يعني شخصيات ما بتتلاقى معها فكريا، بس في بحث دائب انه كيف بدك تلتقي او تشوف ما هو ايجابي، ما الشيء الحلو بهدول الناس يعني اللي انت بتختلف معهم اساسا. يعني اي احكي لك شغله، في شغله كريهه يعني كثير بشعه انك انك ما تحكي عن الخصومه كمان، انه شرف الخصومه. شغله رائعه ان يكون لك خصم تحترمه او تعرفه على الاقل. مثلا خالد بقداش بالنسبه لي انا يعني انا التقيت مع خالد بقداش كذا لقاء وكذا حوار، يعني احد الحوارات كان مطول جدا. خالد بقداش يعني هو ابن البرلمان، مو بس ابن الحزب الشيوعي. يعني خالد بقداش اللي دخل خمسينات القرن الماضي وخالد العظم، هذول شخصيتين مضادين تماما لبعض. واحد من مواقع البروليتاريا الثوريه خالد بقداش، وواحد من مواقع البرجوازيه الوطنيه السوريه. اثنين شخصيتين عملاقين كانوا بالبرلمان. عملاقين. لما بيخطب خالد بقداش بتزت الابره بتسمع صوته، خطيب، حضور مدهش.
رجل مدهش بحزب رديء. يعني تصور رجل مدهش لحزب رديء، شو بعمل انا؟ بس هو مدهش. على عكس الناس بتقول هو اللي خلى الحزب رديء. هلا هو من مصلحته يكون حزب رديء، بس بكل الحالات هي قصتها. يعني خالد بغداش دكتاتور كأي دكتاتور بالعالم الثالث، يعني دكتاتور. والظروف هي ظروف يعني نشهد. بس هذا الدكتاتور ما كان تافه، كان ذاكرة مدهشة، يعني مدهشة، ذاكرة مدهشة، حضور مدهش، آسر. لا يمكن أن تسخر من خالد بغداش على الصعيد الشخصي. لا يمكن أن تسخر من خالد بغداش. يمكن أن تدين خالد بغداش، أن تحارب خالد بغداش، أن تخاصم خالد بغداش، بس لا يمكن أن تسخر من خالد بغداش. انسى هذا الموضوع، مستحيل. يعني حضور بتحس أنه أمام ديغول. هي من شخصيات نادرة جدا. سوريا شافت هاي الشخصيات باليسار وباليمين وبالإسلاميين. ليش مين قال إنه عصام العطار إخواني ما له مدهش؟ أنا قاعد مع عصام العطار هون بألمانيا. أنا جون لستا الشيوعي صديقه الحميم عصام العطار، أنا على هامش اثنين، شيوعي وإسلامي، وأنا عم بشوف حوار اثنين. أستاذ أنا أمام قامتين مدهشين. حوار راحلين جون نصر، اثنين راحلين، جون عصام العطار، أمام قامتين مدهشين. يعني أمام، يعني لغة مدهشة، حضور مدهش، تفاهم مدهش، حوار مدهش، خصوم لكن يا لطيف شو محترم. والله من يدهشونك يا ما مرد الدهشة. مرد ليش هدول؟ مرد الدهشة إنه هذا المخلوق ما له تافه، في عمق، في سؤال عميق، وفي إجابة عميقة، وفي لغة عميقة، وفي هم عميق، وفي زهد، في نظافة. في اثنين من مشروعين متصادمين، بس اثنين أوفياء جدا المشروع. أوفياء لمشروع نضاف. لا مش انضاف، اثنين نضاف، اثنين ما تلوثوا ما توسخوا. يعني ما في شواب، يعني ما فيك، يعني ما فيك بلحظة من اللحظات الدين عصام العطار الإخواني أداني أخلاقية مطلقا مطلقا. عصام العطار لا يخدع صاحبه، لا يخون صديقه، لا يكذب، ما بيكذب، ما بخون صديقه، وفي وحقيقي، حقيقي شخصية حقيقية وعنده مشروع، وهذا المشروع مضاد لك. يعني بالنهاية مشروع مضاد لك. يعني بده خلافة يا رجل، يعني تصور خلافة، يلغي الدولة الوطنية لحساب الخلافة ماشي، ويحطني أنا تحت سطوة الحكم الديني. هذا بيقتلني لي أنا، بيقتلني. يعني هو بجيب خبري يعني، بس ما فيني ما بحترمه، ما فيني ما فيني ما بحترم جون. واثنين من موقعين تماما مختلفين، بس تشوف حوار هذول الاثنين مختلفين، وانت مختلف معهم اثنيناتهم وانا مختلف معهم اثنيناتهم. بس انا عم بتشاهد، عم بتفرج امامي على مشهد من اجمل المشاهد، كيف عم بتحاوروا مع بعض. اثنين ختايره. جون كان ب 82 لما توفى عمره 83، وهذا الكلام قبل وفاته بسنه. وعصام العطار من فتره بسيطه توفى، وهن مع بعضهم عم بيتحاوروا، وانا عم بصغي بهذا الحوار. عم بشوف اي اوركسترا عم تعزف امامي، آلتين كل واحد عم يعزف باتجاه، بس عم يعمل سيمفوني واحد. قديش نحن بحاجه لهذا الحوار هلا؟ آلتين ايه، كل واحد عنده نوتة، بس عاملين سيمفوني، عاملين سيمفوني، عارفين يكونوا محترمين. عندك مشكلة مع إنسان محترم، يعني مين مرة صرت عايدها الدكتاتور بشار الأسد. يا أخي ما عاد تقولوا الدكتاتور، عيب. ليش؟ لأنه مسخ هذا، يعني ما بصير تسمي الدكتاتور. يعني الدكتاتور له مواصفاته، والطاغية له مواصفاته. هتلر دكتاتور بده ألمانيا العظيمة والأمة العظيمة والعرق العظيم، وألمانيا الموحدة والعمارة التي يعني معجزة تاريخية، بده إمبراطورية. هذاك بده غرفة نوم. أي دكتاتور بده غرفة نوم، بده ينام. سمي لي دكتاتور، عيب، عيب، يعني عيب أنا أقول هتلر دكتاتور. بشار شو لك؟ ما هو مسخ شيء زومبي بسموه بالافلام كرتون. زومبي هذا ما بصير تعديه، حتى تعديه ما بصير. هذا المفروض تزيحه من وجهك، بس ما تعديه تبعده، بس قل له بعد تدخل ملايين الناس يعني. اي بس انا لو بدي حاكمه لبشار واجي لعندي بقول اسمعني شوي، مسامحك بكل شيء، بس ما تخليني اشوفك ابدا، لانه شفتك بقتلني. يعني انا ما بتحمل شوفتك بسبب لي غثيان. مسخ يقتل يعني مئات الالاف. اي مسخ ليش؟ مين قال انه المسوخ ما بتقتل؟ ايه، مين قال انه المسوخ بس ما بتعمر؟ في واحد شغلته فقط يقتل،
آلة قتل. يعني بشار الأسد بالنسبة لي أنا هو عبارة عن آلة قتل، بلدوزر، ما في بعد أخلاق، ما بحكمه أخلاقيا. يعني أنا إذا البلدوزر دهست واحد ما بحكم البلدوزر، آلي هاي أنا ما بحكمه أخلاقيا، ما في أي بعد أخلاقي حكمه عليه، هذا عبارة عن ذراع قتل. بس أوكي يعني يوليوس قيصر ديكتاتور، شوف القياصرة شو عملوا بالتاريخ قديش كانوا عظيمين. روح على روما أستاذ وشوف المسرح الروماني، الأدب الروماني اللي أنتج بزمان قيصر. قيصر كتب عنه شكسبير، تصور قيصر يتحول إلى بطل لشكسبير، لو ما كان عظيم شكسبير ما بكتب عنه. بس تصور يجي شكسبير يكتب عن بشار، تخيل شكسبير يكتب عن بشار، والله ما غلط. بشار بيكتب له هذا تبع تلفزيون شو اسمه، بيطلع بالتوك شو، حدا من اللي بيطلعوا هذول كانوا يطلعوا خالد العبود، بس مو شكسبير. شكسبير ما بيكتب عنه بيكتب عنه خالد العبود، هذا حجمه. أنا بدي يوليوس أخي، أنا مع الدكتاتوريات، تحيا الدكتاتوريات شرط أن تكون بمقياس يوليوس قيصر. من بنت ممالك عظيمة بالدكتاتوريات، بنت ممالك عظيمة، الدكتاتوريات أسست الدولة العظيمة، وإجت الديمقراطيات ورثت الدولة العظيمة وعملت ديمقراطيات. يعني لو ما تأسس في ألمانيا القيصرية لم تكن ألمانيا ديمقراطية، كانت مجموعة من القبائل اللي تقاتل مع بعض. ونحن صار لنا 100 سنة سوريا قبائل، لأنه ما عندنا دكتاتورية، لأنه مو دكتاتوريات هاي، لا ديكتاتورية ولا ديمقراطية. مو ديكتاتورية. وين هذه أجهزة موت يا أخي، في شغلة بالصناعة اسمها أجهزة موت، هذول جهاز موت، بحطوا لك كمامة بتموت. أستاذ نبيل بعد 100 سنة وين رايحين؟ ممكن في كثير شعوب انحلت من التاريخ إذا ما لحقنا حالنا. يعني التكاثر ما بينفع لوحده، يعني بنجيب أولاد بس ما كافيات مشان نبني أمة. يعني بطول إما بنبني أمة أو بنتشتت ونتحول بشر، بننتشر بالعالم كويس، ننتشر بالعالم، نهاجر كلنا على بعضها تتفرغ هاي الأرض من السكان، وكل واحد يصير ينتمي لأمة. ما إذا ما عنده أمة فلينتمي إلى الأمم الأخرى، يروح على رصيف ما، ينتمي لرصيف ما. يعني نرجع لبداية الحوار هيك نطلع فوق، ما في يعني هلا في عدة تجارب. في شمال شرق سوريا، كان في شمال غرب سوريا، كان في عاصمة دمشق. من الموجود يعني كيف يمكن نبني على بعض الموجود اللي يمكن يفيد السوريين عموما بعد ما نقدر نتواصل مع بعض. طبعا وسائل الإعلام العربية بتساهم في تشويه المشهد، في تخويف الناس، في نفور الناس. يعني بدل ما يساعدونا يعني بكل أسف يعني صاروا عبء علينا. وسائل الإعلام العربية بتمدح بأحمد الشرع أكثر ما بتمدح بحكامها، يعني وبطريقة مبتذلة جدا. فبأي أدوات يمكن نحن كسوريين، ككل السوريين، كردا وعربا وسنة وشيعة وعلويا، بمؤتمر وطني ذا انعقاد لغاية ما الناس تلاقي حلول ماشي وتشكل اصطفافات واسعة جدا تبحث عن مساحات مشتركة مع بعض تقدر تتعايش تتفاهم، أو تفوت بحرب وتخلصنا، تفوت بحرب دامية هالمرة ما حد يوفر الثاني، واحدة من التنتين، يا حرب دامية على الأخير نخلص من القصة. يعني فيها شو بسموها يعني نخلص. يعني مانك مع المؤتمرات الفرعية أو أما مؤتمر وطني عام؟ مؤتمر وطني متفرع، يعني في مؤتمر وطني موجود في كل مكان، كل 5 بيعملوا مؤتمر ماشي، مرتبطين بمركز اسمه مؤتمر وطني عام، مرتبطين مجموعة بينجوا لخبر، يعني بينجوا ما يعملوا أحزاب وهرمية وأمين عام لا ماشي، بس يعملوا عنقود. هذا العنقود في مجموعة حبات معلقة بعرموش واحد اسمه المؤتمر الوطني، وتتحاور عبر منصات المتاحة له، وتبطل العلاقات وحاجة شتائم وبذاءة، وكل واحد مبلش بالثاني يقعدوا يتحاوروا على بكرة. حوار غدا يجب أن يكون في حوار من أجل الغد. حوار الأمس مفهوم أمامنا، ضحايا ومجرمينه أمامنا، أمام ضحايا شايفينه والمجرمين شايفينه. هذا اليوم امبارح بكرة نحن بحاجة بكرة تقعد هالناس مع بعضها. في عندكم وسائل للحوار مع بعض، يعني عندكم منتشرة وسائل هائلة جدا، الناس كلها بضيع وقتها على الشتائم، بدل الشتائم تحاوروا مع بعض. ما بدي حزب، أنا ما بطالب بحزب، بطالب بمجتمع يتشكل يتكون مجتمع ما تكون. سوريا ما فيها مجتمعات، بلاد بلا مجتمعات، فيها أحزاب فيها ما فيها مجتمعات. حزب ما له مجتمع. يعني حامل هذا المشروع يمكن تكون شخصيات كاريزمية، يمكن ما دخل كاريزمية، مثقفين. ما بدنا كاريزميات، نحن ما بحاجة كاريزمية، نحن ما بحاجة، مو كاريزم، في فكرة كاريزمية، مو بني آدم كاريزمي،
مو بني ادم كاريزمي، في كثير شباب كاريزميين عامل المشروع قصدي. اوكي يعني كاريزميين بحبوهم البنات كذا، معلش يعني، بس المسألة الوطنية ما بدها واحد البنات يحبوه بس، يعني كمان غير من البنات يحبوه، يقدم مشروع ورؤية الناس تشوفها، يقدم مشروع الناس احوج ما تكون. الان الناس بحاجة حل، لانه عم تموت اولادها، لانه واصل لمرحلة ما عاد في عنده شيء تصل. ممكن تموت اولادها اكثر كمان. بعدها تموت اولادها اكثر، فلازم تحل. يعني هلا في تهديدات كثير على المنطقه الشماليه الشرقيه وتحديدا الكرد يعني. بالضبط يعني بالضبط اختصار الكرد بقسد، بالضبط. وقسد بمجموعه. إعادة إنتاج تجربة شفناها أمامنا بالسويد وبالساحل، شفنا تجربة بالسويد وبالساحل، وماذا كانت النتائج؟ مزيد من التفكيك، مزيد من الكراهية، شو مزيد من يمكن الضحايا، القائمين العسكريين، مزيد من الضحايا دون أن يربح أحد، ما حدا رابح فيهم. شو يمكن يعملوا قيادات المنطقه الشماليه الشرقيه قبل يعني مو لردع العدوان؟ كمان مؤتمر وطني، كمان مؤتمر وطني مع الكل، وعلى عقيدة التواضع الواضح، على التصارح اللغة الواضحة، اللغة الواضحة مع كل الناس. أنا ما عندي، إذا عندي حدبة ما بدي أخبيها، حدبتي بدي الناس تشوفها كلها. أنا عندي حدبة، تعالوا شوفوها، وهون في حدبة على التافه، تعالوا شوفوها. بعد مشاهدة المشهد من فوق والزلزال الكبير طبعا، مو بس على صعد يعني البناء، حالة التشظي اللي صارت، انه يعني اي خيال يمكن ان ينجينا. البعض يحكي عن اجتراح الحلول، يعني حلول غير عادية لا يشبه الحل لا في العراق او لا في لبنان ولا في رواندا ولا في دولة تانية. يعني طيب شو هي؟ يعني ما بقول انه حل جاهز. حكينا عن المؤتمر الوطني. المؤتمر الوطني كبداية، البعض يتهيب من مثلا عقد مؤتمر في محافظة الحسكة شارك فيه، صارت ضجة كبيرة انه خلاص يعني انت الاخر، انت الانفصالي. انا الوحيد المؤتمن على سوريا، انا المسؤول عن الوحدة الترابية لسوريا. الوحدة الترابية لسوريا اللي صارت نتيجة اتفاقات سايكس بيكو. أي خيال يمكن في ظل القصف الإعلامي، في ظل وجود مو بس إذاعة ألف تلة، راديو وحيد في رواندا كانت كافية يروح فيها مليون رواندي. يعني مقابل ألف تلة ما جدوى الكلام، ما جدوى. هل تعتقد أو من الذين تعتقدون أن الكلمة يمكن أن يكون لها يعني تأثير كبير على الواقع السوري؟ الكلمة لها تأثير بالحرب، الكلمة اللي عم بتشن حرب بتتسبب بحرب، هي الكلمة اللي ممكن تكون حل. كم حرب قامت من أجل كلمة؟ كل الحروب منشأها اللغة، فطالما اللغة قادرة على التسبب بحرب، يعني مشوه وكاتب بسوريا، شريط كاتب نسب ما بعرف لمين، تسبب بتوتر أهلي فظيع، رسالة صوتية، رسالة واتساب، هيك شيء، أي كاد أن يتسبب بآلاف الضحايا. طيب طالما الكلمة قادرة أن تتسبب بآلاف الضحايا، ليش الكلمة ما بتتسبب بنجاة الناس؟ يعني هذا السؤال. هي الكلمة فقط، يعني كل اللغة مختزلة بأنه قادرة على أن تكون سم قاتل ما تكون دواء. هون السؤال، يعني هذا هو السؤال. يعني طالما الكلمة، شوف، طالما السكين قادر يقتل، قادر السكين شو بدي احكي لك، يمهد التربة امام الزريعة. طب اوكي نستخدمها. هاي اولا. اثنين، انت امام حالة صراعية مكشوفة، جزء من هذا الصراع ما فيك تطلع منه، جزء منه، فانت مرغم على ان تكون جواته، مو خيارك. يعني ما حدا فينا سيبحث عن حل لانه هو مشتهي يكون في حل، لا، لانه مضطرين يكون عندنا حل، والا ما في والا في اعدام للجميع. أنا أمام لحظة اسمها لحظة الحروب الأهلية، هي حروب التعادم، وغالبا بالأحداث المناسبة. يعني معظم الحروب الأهلية يلي شوف اللبنانيين تحاربوا مباراه 17 سنة ما إيه، ورجعوا آخر شيء على مؤتمر شو بسموه تبع السعودية، مؤتمر طائف. شو كان اسمه؟ طائف. إيه طائف. اجوا 4-5 مع بعضهم وكانوا أعداء الحرب، يعني متعادين كانوا،
قعدوا على طاولة حوار ومشي حالهم، يعني الآن عندهم مشاكل عم بيحلوها. تعتقد انه في يعني يمكن هدول الناس يقتنعوا انه هاي حالة توازن كارثي ولازم نشوف حلول؟ ما كان في حل أمامهم. طيب ما كان في حل. أنا جزء من الحرب الأهلية اللبنانية كنت فيها وغطيت يعني حرب الجبل كلها كاملة، يعني كاملة حرب الجبل كاملة، واجتياح الإسرائيلي والاجتياح الإسرائيلي أيضا. ما بتصور أبدا أنه حدا طلع رابح. الكل أدرك أنه هذه الحرب ليست رابحة لأحد. شافوا النتائج، كل في الأمر كل واحد عنده قوائم موت على ظهر الثاني، بس ما حدا أعطى الثانية غسالة أوتوماتيك غسالة وعية. يعني أفقرت الحرب، أفقرت الناس. بس لبنان كان فيها شغلة ببساطة أنه أنتجت يعني طبقة أو نخبة سياسية، ما بسميها نخبة، كلمة نخبة أنا ما بحبها، يعني أنتجت ناس تعرف توصل للطائف بخسائر، ما في طرف رابح 100%. كل من تواجد في حدا خاسر كان. يعني الطائف عبارة عن مؤتمر شو بدي احكي رابح مع وجود ناس خاسرين جواته. يعني بتعتقد انه المواري ربحوا 100%؟ الدروز ربحوا 100%، الشيعة ربحوا 100%؟ ما في حدا يربح 100%. ما حدا ربح 100%، بس المؤتمر نفسه رابح. فهمت وين؟ الطائف رابح، طوائف الطائف في جزء منها خاسر. فينا نستفيد من هاي التجارب. اوكي يعني فهمني يا نواف، خلينا نعيد المعادله شوي، نسهلها شوي، بسطها. الطوائف اللي حضرت بالطائف اكيد في جزء منها كثير خسر، اكيد في خسر، مستحيل ما خسر. ما في شراكه بلا خساره. اي شراكه؟ ما في شراكه بدون خساره. علاقتك بمرتك فيها خساره، يعني اكيد في حدا خاسر بالعلاقه. بس المؤتمر بحد ذاته الطائف كان رابح، وفر على الناس المزيد من الموت، وللان بعدهم عايشين على هامش الطائف، ولولا الطائف لاكلوا بعضهم اليوم. فكان لابد منها، يعني لابد منها، مو لانه انت حابب، مش لانك انت رومانسي ولذيذ وحلو وطيب والبنات بتحبك، لا، لانه ما في حل امامك، ما في حل اخر. في حل واحد، عن واحد يعدم الثاني كليا. اما تعدم واحد يعدم الثاني كليا، يزيلوا نهائيا، وبعد زواله بيحرقوا بعضهم بالمناسبه، بيرجعوا بيتحاربوا مع بعضهم. يعني بيجوا فرضنا الان يجوا الدروزي يبيدوا العلويه بسوريا، راح يرجعوا يتقاتلوا مع بعضهم بعد اباده العلويين. يبيدوا السنه، راح يرجعوا يتقاتلوا مع بعضهم يبيدوا بعضهم. هيك صار بكل الدنيا. روح على كل الحروب الاهليه، اعطيني اي حرب اهليه المنتصر فيها ما تحولت بنادق المنتصرين الا بمواجهه بعضهم، المنتصرين بمواجهه المنتصرين مع بعض النصر على واحد ثالث او طائف ثالث او عفوا شخص ثالث، يعني طائفه ثانيه سميها، والله ما بعرف شو تسميها. فالموضوع موضوع ضروره، يعني في شغله اسمها الضروره والحريه حسب ماركس. انا بحب ماركس جدا، يعني ماركس كثير، يعني بعدني ماركسي بسمع ماركس. الحريه هي وعي الضروره. هذا تعبير ماركسي كثير حلو، ماركس بيفهم، يعني فهيم ماركس، يعني احلى معلم علمنا بحياتنا ماركس كان. الحريه هي وعي الضروره، فيجب ان نعي الضروره. نحن الان امام ضروره وطنيه، ما في امامنا خيارات ثانيه، ما في خيارات. او بنبقى بالمعادله الصفريه انه اثنين حاملين بوريد وما حدا بيطلق على الثاني. طب ما انتم حاملين بوريد وما حدا بيطلق من الثاني، امامنا يا حاملين بوريد وما حدا بيطلق على الثاني، يا حدا اطلق الثاني وقتل وخلص من ربه ورجع قتل اللي جنبه، المقاتل اللي جنبه بالخندق نفسه، يا اما نحط البوريد على جنب، حوار رابح رابح، ونفوت بصيغه قد تربح، مو اكيد تربح بس قد تربح. الحلول الثانيه جربناها وكانت خسارة. نحن في خسارتين مؤكدين، وفي قد تاتي. نجي من القد هيك مشتبه تحت اسم الرؤوس الحاميه اللي بدها معلش، يعني الراس الحامي بينفع بالغرام. عيب عاشق ما يكون راسه حامي، عيب، عيب كثير. بس عيب خيار وطني يكون راسه حامي. يعني انا لما بسوق سياره لوحدي، وعن جد عم بحكي والله العظيم، كان يقتل كيلومتراج معي، اقسم بالله كان يقتل معي العداد، يقتل عداد السياره، جنون بالسواقه. بس لما بيطلع معي راكب انا ما بسوق هيك، بسوق على مهلي، لانه معي بني ادم بده يموت او انا بموت. انا حر بمصيري، بدي انتحر ما دخلك فيه، بس ما بدي انحرك معي. هذا الكلام موجه، يعني هذا الكلام يعني خذ سنة سوريا. لا في شغله اسمها سنة، طلعت المسألة السنية في سوريا. خليني افهم انا شغله ببساطة جدا ولازم اقر فيها. اول شغله يجب ان اقر انه السنة السوريين ليسوا سنة
في 100 سنة بسوريا. في السنة الصوفي، وفي السنة الأشعري، في السنة الإسلام الدمشقي، في السنة الملحد، وفي السنة طيب أوكي، ما هي مش كتلة واحدة السنة، في كل ثقافات مختلفة. حتى الإسلام من شطر 100,000 قسم. نعم. عظيم جدا. في مسألة، طيب أوكي، خلينا نفهم شغلة ببساطة جدا، إنه خيو مجموعة السنيات السورية هاي ماشي، هي البلد مجموعة السنية. يعني أنا درزي، يفترض أن يكون درزي، يفترض هيك يفترض. إيه؟ بس أنا أكيد حتما يعني عندي فرديتي كثير متورمة، بس عمري لم أهان بصفتي درزي ولا مرة. عمره ما حدا أهاني بصفتي درزي. بصفتك مواطن، أنت بتقول ما كان في مظلومية درزية ولا مرة كان في موضوع ولا المواطنة. بتحركه. أي أنا أهان، ممكن أهان كمواطن، كمواطن سوري، كزبون بالمحل بالدكان لأني خبزت بالبندورة، بس ما أهنت ولا مرة يعني. فأنا بالنسبة لي أنا هذا مواطني، رفيقي جاري. من وين نبتت القضية هاي؟ من وين نبتت كل هاي العداوة؟ كيف صارت؟ والله ما بعرف. ما له سبب موضوعيا، ما له سبب. ما له سبب. في اللي بيستفيدوا من هاي، في حدا مستثمر فيها. طيب خذ انت، سيب هاي على كل، اعطيني طائفة تمتلك عقيدة واحدة، ولا طائفة تمتلك عقيدة واحدة. انتم مجموعة افراد يعني محطوطين بعلبة، سميتوا حالكم طائفة. هي علبة وحبس لك يعني بالمحصلة. انت محطوط بطائفة، تنحط بالحبس، طلع من الحبس، طلع الفضاء الأوسع. يعني الوطن أوسع من الحبس، أوسع من الطائفة، طلع منها. إذا كان المسؤول عن الوطن بالضبط. إذا تعالوا نتفق على الوطن. طيب اسمح لي معلش، لنتفق أولا على خيبة الطائفة مشان نتفق على أن الوطن مهم. لو الطائفة كويسة بنروح كله على طائفته بتخبط فيها، وما في داعي. وكفى المؤمنين شر القتال، لأن طائفة حلوة مبسوطين جواتها، فيها جنينة ومزروعة بورد وفيها عصافير عم تزقزق، وخلينا فيها. طيب الطائفة أثبتت، أي طائفة بالدنيا هي سجن لأبناء. الطائفة أم الطائفية؟ طائفة، أي طائفة لا على التعيين، سجن لأبناء. واحد بحط حاله بدائرة، كل هذا الكوكب بيحشر حاله بمساحة صغيرة. وسع المساحة للوطن، إذا فيك توسعها أكثر معليش. قديش حلو هذا الشرق المتوسط يكون كله أمة واحدة ودولة واحدة. تخيل أن يكون الشرق المتوسط كله دولة واحدة. كما رسموا عبد الله أوجلان، كما رسموا أنطون سعادة. لا يا سيدي، كما رسموا شيمون بيريز الرئيس الإسرائيلي. ليش لا؟ تصور أن تكون حدودك الوطنية واصلة لآسيا. أستاذ نبيل، السوريين مبسوطين هون كثير بالاتحاد الأوروبي بالفدرالية. طيب بس رافضين بنفس الوقت، رافضين الفدرالية ورافضين الاتحاد. لسبب بسيط جدا، رافضينها لأنه ما عارفينها. بس يعني ما حكيت لك، أنت عدو ما تجهل. أنت عدو ما تجهل. وفي تعبئة من جوانب أخرى، في تعبئة. يعني عندك أنت القوى الشوفينية ما زال هو صوت الغالب. يعني الصوت الغالب هو القوى الفاشلة. الإعلام موظف للشوفينيين، المال السياسي موظف للشوفينيين. الشوفينيين هم الأقوى يعني، وإلا ما حكمونا كل هاي المدة. يعني معقول هدول يعني شو جاب واحد اسمه محمد طالب هلال، اسمه ملازم أول محمد طالب هلال، يقرر مصير طلب هلال، يقرر مصير أمة بكاملها موجودة بسوريا، ولها تاريخها وتراثها وناسها وسكانها وأبطالها ورموزها مش أي رموز، مش أي رموز أبدا. يوسف العظمي مش رمز عادي بتاريخ سوريا. طيب ما كردي يوسف العظمي، يوسف العظمي كردي، ما بصير تلغي لي اياه تحت اي اسم. طيب ما حكموا، ما اجوا يعني اكراد سوريا كانوا جزء اساسي بتاريخ سوريا، جزء من مكون فاعل اساسي بتاريخ سوريا. بيجي انا بشطب عليه، مين بيشطب عليه؟ شوفينيين بيشطبوا على بعضهم. يعني كل شوفيني بيشطب اللي جنبه، بحاول اوكي تعالوا يعني نحل هاي المشكله. ليش الهويه تقام يعني اعتقد من محاسن الحركه الكرديه، عموم الحركه الكرديه يعني لم يكن يدافعوا عن لم يسعوا لبناء الهوية الكردية بالضد من الهوية العربية ولا التركية ولا الفارسية، رغم المجازر اللي صارت بتركيا وبإيران وبسوريا وبالعراق. يعني بسوريا بعد 2004 هلا بالحالة السورية. طيب الحكام الجدد يعني قديش ما كان عندهم
يعني مخزون فكري ضئيل. ما شايفين التجربة اللبنانية، ما شايفين تركيا اللي دعمتهم. يعني تركيا خسرت 2 مليار دولار، ويمكن هدول يتعوضوا يمكن أقل طيب اوكي، خسارة. هذا الكلام اللي انا بعد 41 سنة ليه؟ خسرت 2 مليار دولار. تمام. كان يمكن يعني يصير شيء كبير. تمام. ووصلوا لقناعة أنه لم يعد بالإمكان الاستمرار في إنكار الكرد. في طرفين، ما كان في طرف واحد. يعني في طرفين، في طرف كردي القائد المؤسس لحزب العمال الكردستاني وجلان، وفي طرف تركي كمان التقط أنه بالشرق الأوسط الجديد، في الشرق الأوسط الجديد لا يمكن أن نستمر بالطريقة التي كانت عليها تركيا قبل يعني 80 سنة ما تفكك، ما عاد في، ما ممكن، لا طبعا ما عاد ممكن. هلا ولا سوريا بصيغتها الراهنة ممكنة، إيه، ولا سوريا حافظ الأسد ممكنة. بالمناسبة سوريا حافظ الأسد كانت الدولة المركزية متماسكة بس كانت سجن للسكان. يعني حافظ الأسد ترجع من حافظ الأسد بنى دولة بأسوار عالية لتكون سجن للسكان، على أسوارها أكيد بدون شك، على أسوارها. عمل دولة إقليمية مهمة بتفوت بتحتل لبنان وبيخاطبوها وبيحكوا معها باعتبارها شيء أساسي بهذا الشرق. بس كل السكان اللي فيها سجنها. أنا شو بدي فيك ترفع لي أسوار السور مشان تسجنني؟ ما بدي يا أخي، أنا ما بدي. وما نفع، وما نفع. هذا هو كان مصيره الآن عم نحصده، الآن عم نحصده، ما هيك؟ فالكلام اللي هلا بنحكيه نحن أنا وياك بهاي الجلسة هو من أجل الوصول لهذه الأسوار، لفكفكة هذه الأسوار. ننتصر، ننجح، ما انتصرنا شو بنعمل؟ طيب يعني إذا مشروعنا ما انتصر وقد لا ينتصر وغالبا ما بينتصر، إيه ما عندنا خيار تاني. شو بنعمل؟ ما عندنا خيار تاني، ما عندنا خيار إلا أن نلتحق بالمشروع البائس. عملنا خيارين: يا مشروع متخيل وجميل وممكن التحقيق. شوف في شغلة ما بعرف وين أنا التقطتها، من وين ماني عارف، إنه كل ممكن محتمل، ولكن ليس كل محتمل ممكن. كل ممكن، أي ممكن هو محتمل، وبنفس الوقت لكن مش كل محتمل ممكن. فأوكي أنا من جهتي ما في أمامي للنجاة كفرد وكبني آدم عنده بلد حابب يرجع له، إلا أنه أحكي بالمحتمل. لكن هل هذا المحتمل ممكن أو مش ممكن؟ هذا الموضوع متعلق بإرادات الناس، بوعي الناس، بالناس كيف بتشوف، بتكفي إرادات الناس. طبعا بتكفي إرادات. أليس من الممكن أن تكون هناك إيرادات أيضا إقليمية سواء تركيا أو سعودية؟ ما عمر التاريخ خلي من الأقاليم، كل عمرها لعبة الأمم بكل تفاصيل الدنيا. ما في بلد تخلو من لعبة بلد آخر، ما في بلد. هي حالة صراعية. وكمان كيف يمكن نستفيد من هاي؟ طيب هي حالة صراعية بالنهاية. أنت ما بتراهن على الانتصار، بس بتراهن على أنك أنت ما بتراهن على نهاية الطريق، بس لا يجب أن تمشي بهذا الطريق. ليش؟ ما عندك خيار ثاني. والله لو في طريق ثاني نروح عليه. ما عندنا طريق. لو عندنا طريق ثاني أقسم بالله لا نروح عليه. والله أنا شخصيا على المستوى الشخصي تعرف هيك بتمنى هيك يكون في هيك قطعة صغيرة قديك بهذا العالم كوسموبوليت، يعني هيك مجموعة من البشر، كل واحد من لغة وكل واحد من دين وكل واحد من عرق وكل واحد من كذا، ويتزاوجوا ويتكاثروا ويتقاتلوا إذا بدك ماشي، ويعملوا غابة صغيرة ويعملوا طرزان. يا ريت، بس ما عندي خيار سوى خيار واحد. في عندي أمكنة جغرافيا بتحكم علي. الجغرافيا لها خياراتها وسكانها لهم خياراتهم. لوين بيصلوا بهذه الخيارات؟ إرادات الناس شو بتعمل؟ أنا بعرف إما أن تعجل أو تؤجل بمسار التاريخ، ماشي، لكن إما أن تعجل أو تؤجل بمسار التاريخ. هل ستدون في كتابك القادم تدوين ما لا يدون؟ ما الذي يمكن أن نتوقعه في ذلك في كتابك المقبل؟ هلا كتاب المقبل هو عبارة عن حوار مع حالي مو مع الآخرين. هو استعراض لذاكرة شخصية، يعني هو عبارة عن ذاكرة. يعني هاي الذاكرة بتحمل أمامي، يعني بتحمل تأملات، بتحمل تصور ما عن عالم مش مثل هذا. من زمان بتكتب عن الذاكرة والذاكرة الجماعية، ما هو البني آدم مسح الذاكرة. ما هو البني آدم البعث نجح إلى حد ما في مسح ذاكرة جيل الآباء المؤسسين الاستقلاليين. اشتغل عليها. يعني البعث راكم مجموعة، يعني راكم شو بدي أحكي لك،
البعث عمل قواعد صارمة جدا بالتفكير الناس. يعني ممنوع عليك تفكر إلا مثل ما هو بده يفكر. يعني بتحكي نكتة لازم في نكتة هو بيضحك عليها، الأمين العام بيضحك عليها فلازم تحكيها. إذا ما ضحك الأمين العام ما بتحكيها. لازم نكتة يضحك عليها الأمين العام ولا إذا نكتة ما ضحك بشار عليها أنت لازم ما بتحكيها. يعني عمل الناس فصل الناس على القياس اللي أخذت شكله. الدولة تأخذ شكل رجل، أخذت شكله تمام. 60 سنة هو بلبسها، 60 سنة هو بيعطيها إعلام، بيعطيها خطاب، بيعطيها لغة. أوكي، بيعطيها لغة وإعلام. هاي أنت لازم تكون حتى الذاكرة البصرية كل ذاكرة كان في تشويه حتى للذاكرة البصرية. كل ذاكرة الشارع، ذاكرة الحديقة. تصور أنت ذاكرة المدرسة وذاكرة السجن كتير بتشابهوا. يعني أي سجن بسوريا يساوي أي مدرسة من حيث المعمار. نفس المهندس اللي عمر السجن عمر المدرسة. سجن، ذاكرة السجن. سوريا سجنت 60 سنة. لما عملوا المدرسة الابتدائية عندنا صوروها بالأسلاك الشائكة. يعني كان في فساد طبعا، بدل ما يحطوا الجدران العادي فحطوا الأسلاك الشائكة. أطفال بيدخلوا مدرسة أسلاك شائكة. اي يعني عدد طبعا شبيبة اللي جابوا حتى المارستان مثل السجن. بس عملت مرة تحقيق بمارستان كثير كان أثر فيي كثير على المستوى الشخصي يعني. وعرفت المارستان أكثر من لما بديت قصف المارستان بدمشق من 2014 أو هيك شيء. إنه كل المجانين طلعوا من المارستان، طلعوا مجانين بس. يعني أسوار المارستان كانت مثل أسوار السجن. إجا القصف حررهم من السجن، فوتهم بالفوضى. يعني إحنا مجرد ما تهدم السجن تبع حافظ أسد طلعنا إلى الفوضى. هذه مسألة تستهويك يعني سيرة الزعيم. اي انا ما تحافظ. شوف، سقط بشار اسد من اول يوم سقط بشار اسد انفتحت ابواب السجون وانفتحت مع الفوضى. فتخيل انه انت اما السجن واما الفوضى. العمل على الخيارات. شو الخيارات اللي حطينا فيها؟ يا سجين يا فوضى. فوضى داميه والسجين دامي طبعا. ما هو السجن دامي ايضا. وهذا السبب الاساسي اللي يخليك تهتم بالزعيم، بسيرة الزعيم. طبعا مثل ما طبعا كتب سيرة الزعيم يعني. طبعا سلسلة هي سلسله. طبعا سلسله. انا تحركت. شو يمكن تقول عن الزعيم؟ عن الزعيم بالمعنى الايجابي ام عن المسخ او الطاغية او الدكتاتور؟ هلا في نوعين من الزعم. انا بحكي عن الزعيم لان المسخ ما بدخله المسخ هو مسخ يعني. بس في زعيم يعني دكتاتور وقاتل وكذا، بس باني يعني. باني بيبنوا يعني بيبنوا حضارات يعني. ماشي يعني بيبنوا حضارات وقاتل. وفي زعيم لا ما نقاتل. في زعامات ما نقاتل. مانديلا ما نقاتل. غاندي ما نقاتل. ما نقاتل على يعني. سيرة الزعماء مثلا السوري بيمدحوا في تجربة مانديلا. عموم السوريين. بس لما تقول لهم مانديلا هيك عمل وفي جنوب افريقيا في 11 لغة قول ما بدنا. طيب انت تمدح في شخص ما، في زعيم ما، في فنان، في مفكر، لكن اوكي يعني لا تتبنى. مانديلا قاتل خصومه بانه ما بيشبهه. والله لو بيشبه خصومه ما انتصر اليوم. مانديلا زار زوجة رئيس الوزراء الجنوب افريقي. زوجة زارت الزوجة قبل. طيب امامنا اذا بنحكي عن الزعيم امامنا نموذج. بعتقد هذا النموذج يعني قابل للتامل كثير يعني. وانا ما براهن بس على الزعيم. يعني الزعيم بالنتيجه بينشا بين الناس يعني. ما بيطلع ما انه بينبت لوحده يعني. بده يكون في مجتمع مستقبل لهذا الزعيم. يعني الزعيم بيصير زعيم لانه في ناس قادره تلتقط اشاراته، سواء الزعيم اللي بيستعبدها كدكتاتور هتلر وسواه ماشي، جنكيز خان ومشتقاته وهو زعيم. وفي زعيم الناس بدها اياه لانه عن جد بيشبهها ولانه اهلها ولانه بيها وحبيبها، اسمه غاندي. يعني ما فيني اشوف غاندي. انا ما فيني اتخيل غاندي. بالمناسبه جلال الطلباني انا هيك نشوف فيه زعيم لجلال، بس زعيم اب. يعني انا بشوف اوجلان مثلا الزعيم الثائر. حركته ثائر، مزاجه ثائر، لغته ثائره، تأملاته ثائره. الان بعد السجن صار في تحولات كبيره بشخصيته. الان بدا يصير فيلسوف. يعني ما بعد السجن اوجلان صار عنده المزاج الفلسفي والتأملات الفلسفيه. صرت بتقرا الان خطاب فيلسوف. ولذلك خطاب الفيلسوف الخطاب الهادئ المسالم الطيب اللي ما في هذا العنف. انتقل من ثائر الفيلسوف. هذا الخطاب يمكن ان يكون مجديا في الحاله بالضبط. يمكن طبعا. هلا جلال مثلا
الرئيس العراقي راح المنطقة. ايه كثير كانت علاقتنا طيبه، انا صديقي كثير كان بحبني كثير وكنت احبه يعني. جلال يعني صور حكم ما كان يوقع حكم الاعدام لصدام حسين، ما خذ يكتب على نفسه فكره اني انا بوقع حكم اعدام بالتوقيت اللي كان صدام حاكمه بالاعدام. طيب هدول نموذجين، نموذج الشخص الطيب ماشي هيك اللي فيه نوع من الابوه جلال، اليساري اللي فيه روح الابوه، ما في الروح الجبليه. والزعيم الثائر اللي تحول لفيلسوف، وتحول لفيلسوف بعد 25 سنه سجن بجزيره منعزله تماما لوحده. ابتدى ابني عم بقرا له اخر كتاباته مدهشه بالنسبه لي، مدهشه تماما يعني. عم بقرا نص بجنن يعني، عم بقرا نص واحد يعني في نضج فلسفي فظيع ونضج تاملي فظيع. طب هدول زعماء، هدول زعماء. هذا النضج يكفي لحل القضيه الكرديه؟ هلا القضيه الكرديه مش مستقله عن القضايا المحيطه فيها، ما في قضيه كرديه لوحدها يعني. القضيه الكرديه لن تحل بالقضيه السوريه برمتها. يعني ماركس حكى عن اليهود بزمانه شغله، انه اليهود عندهم مشكله بيهوديتهم، فقال لن يتحرر اليهودي اذا لم يتحرر من يهوديته. شوف ما بتحرر سوريا اذا لم تتحرر من شوفينيتها ايا كانت، مين من كان، ايا كان، كردي، ارمني، عربي، يزيدي، سوري، درزي، اللي بدك اياه. ما بيزبط، ما بيزبط، ما بيزبط. مضطرين نحل مشكله سوريا كلها حتى نحل مشكله كل الناس اللي جواتها. ما بتنحل. شوف هاي اواني، هاي بالون تضغطوا من جهه بينتفخ من جهه ثانيه. ما هيك؟ بالون تمسكوا هيك تنفخوا هون بيروح من جهه ثانيه. يعني ما معقول يكون السني حر اذا الكردي مضطهد. ان شعبا يضطهد شعبا ليس حرا. ان شعبا يضطهد شعبا ليس حرا. لا يمكن يكون حر. ما ممكن، ما ممكن انا احس بالشبع اذا جاري الجوع. عيب 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 عيب، اخلاقيا عيب ونفسيا عيب. والمدخل هو ديمقراطيه البلاد. المدخل هو ميثاق وطني له بعد اخلاقي، عقد اجتماعي جديد، عقد اجتماعي جديد له بعد قانوني، له بعد اخلاقي، ماشي، له ناس ترعاه، مش زعران، مش زعران، مش زعران، مش زعران. قلت لك مؤتمر واشنطن شو صار معي؟ ما حكيت لك حتى انا شفتهم عم بياكلوا معارضه، عم بياكلوا ب 2005 ولا 2005 ايه 2005 عم بياكلوا، فت بياكلوا الاكل ببلاش مجاني، كل واحد حاطط 5 أضعاف قدرته على الاكل بصحنه. كان ذلك كافيا ان كافي انك هذا المؤتمر تقول لهم انا ما اقدر ارجع لكم لانه اللي بياكل بهذه الشهيه لانه الاكل مو له مجاني، انا ما بامنه على بلد يلي لا يؤتمن على صحن اكل، انا ما بامنه على بلد، فتركت مشيت. فلازم يكون في يعني ايضا كمان بعد اخلاقي بالموضوع. يعني اخلاقي انا ما بدي احكي بالاخلاق، يعني انا ماني منظر اخلاق يعني، ومو شغلتي هاي الشغله، ولن جزء من حالي ولن اكون جزء من حالي، وما فيني اكون بتنظيم، ولا فيني اكون بحزب، ولا فيني اكون مجموعه، ولا فيني اكون بس برحله. فيك تخاطب هلا ماشي، بس فيني احلم لهدول الناس حلم طيب. انا رجل انتحاري يعني، شخصيتي كثير انتحاريه وكثير شخصيه يعني. انا بالنهايه معزول، انا يعني عزله هائله جدا، معزول يعني، مسكر باب احيانا شهرين ما بفتحه، ماشي. بس اذا عندي رساله يعني ممكن تكون له طعمه بحكيها، ولولا هلا انت يعني عزله فرديه لكن على الصعيد الفكري مفتوح. ما بعرف يعني، هلا انت مثلا حطيتني بالموقع اللي انا يعني بتحايده، وهو اني انا اقدم نصائح. يعني انا مو تبع نصائح يعني، بس بتمنى. لا انا مو قصه نصائح، في حق للشباب السوري عليك انت خذ التجربه، جيل الهزيمه، غطيت حروب وشفت حروب، صح كله صح. كله صح. بالنهايه مثلا اذا شو فيك تقول للشباب السوري؟ بس ماني حكيم انا يعني، ما شخصيه حكيم يعني. على المستوى الشخصي انا فاشل تماما يعني، فاشل باداره حياتي بأبسط تفاصيلها. والله العظيم يا مرات لابس الصباط كل فرد شكله ماشي، مرات والله ما انتبه يا رجل بلبس كل فرد بتطلع هيك العمى فردتين كل واحد شكله ماشي بالطريق. لان هذيك الشخصيه القادره على ان تخلق حاله او تعمل جسم، قادره تخلق حاله، بس قادره ماشي. تقول يعني بس عندي امنيات بين الجانب الفلسفي والروائي والصحفي. لا بس انا متالم، اهم شيء اني متالم يعني. كل هذا الكلام هو منتج الالم، في الم بالموضوع يعني. انا متالم بصراحه، متالم جدا يعني، ما بدي يصير اللي عم بيصير. انت ما بدك حتما انه الشباب السوري يتعرض، ما بدي يصير يعني، ما بدي فوت بالشام انا يطلع لي سني يقول لي انا الدرزي. طيب ما كل عمرك تحبني وكل عمري احبك،
يا لطيف شو حبوني وانت شوي. كنت بتمر بسوريا يا لطيف شو كانوا اهلي، ويا لطيف شو كنا رفقة وكنا حلوين مع بعض ولاحقين يمكن ضل هيك. بدي نرجع على الشام، بدي يكون هيك. انا بخاف بس ارجع على الشام يصير درزي يعني. طيب درزي، ما انا بحبك بتحبني وكلنا عمرنا مع بعض، وما عمرنا سالنا هذا السؤال وما كان يعنينا يعني. ما كان يعنينا، كنا نتبادل فواكه مع بعض، نتبادل الفواكه ونضحك كثير مع بعض ونلعب طاوله. رغم هيك لا لازم اسالك يعني شو يمكن تقول الشباب السوري عموما، السوري كل حاولوا يا اخي، بالداخل حاولوا، والخارج. عملوا مجموعات. كل السلطه للسوفيت، كانت هيك شعار إيه. تروتسكي. كل السلطه للمجموعات الشبابيه. انتم عباره عن مجموعات كومونات منشورين، كوموني ببرلين، وكوموني بميونخ، وكوموني بباريس، وكوموني بالسويدة، وكوموني بالجزيره، وكوموني باللاذقيه، وكوموني، وفي عندنا يعني عندنا قاعه مؤتمر اسمها اللابتوب، وتحاوروا مع بعض. انت قاعد بالبيت تتحاور، وانتم قاعد تحاوروا بحيث انكم تعملوا جسم مختلف عن الاجسام السائده بسوريا، لانه الاجسام السائده بسوريا اوكي فشلتنا. طيب والله فشلتنا، قادتنا للفشل يعني، قادتنا لفشل ذريع جدا يعني، وما عملنا نتائج. يعني ربما اقول تعويلك الاكبر على الشباب السوري. طبعا الشباب بالداخل السوري والخارج. لازم يكون في الشباب السوري يبنوا حركاتهم وادبهم ومنشوراتهم ولغتهم ماشي، ومنابرهم الاعلاميه، وحتى مواردهم يعني، الموارد اللي بتيجي من تحصيل جهدهم، مش من المعونات الدول يعني. ما يروحوا يشتغلوا عند السفارات، لا، إيه. هن من مواردهم يعني، يعملوا ورشاتهم يعني ماشي يعني. شباب الميكانيكيين يعملوا ميكانيكا ماشي، ويربحوا من الميكانيك، والنجارين يعملوا ورشة نجارة مع بعضهم، ويبيعوا لوحاتهم ويعملوا موارد بحيث انه يأسسوا الجسم بدون شيء مشترك يعني. لو كانت اوضاع طبيعيه نفتخر كل السوريين باللي حققوه الصبايا الكرد والشباب مثلا. ايه ضد داعش مثلا يعني داعش اللي وصلت عمليات لهون ارهاب. طيب أوكي. حدا يكتب يا ريت يعني مثلا الصبايا الكرديات، الشابات الكرديات. اوكي، في تجارب طبعا بعدين صارت بالارمنيات. هلا في تجارب حلوه جدا بسوريا يمكن الاخذ فيها والتوقف امامها والتحاور فيها، واخطاء ايضا يعني، ايضا مع اخطاء، ايضا مع قراءه الاخطاء بدون تحفظ على الاخطاء. بكل تاكيد بمواجهه الاخطاء تماما كما تواجه. شوف احكي لك شغله يلي كثير مهم انه الواحد يشوف لوحه كلها ما يجتزئ منها ماشي. وليش ما تكون يعني الفكره انه انا يعني هي مو افكار، هي ضرورات، هي مو افكار. انا مش انه والله بعمل قصيده بس. طيب اذا غير هيك اولادنا بموتوا من الجوع، بيجوعوا يعني. العداله بتشبع اولادنا خبز اكثر، العداله بتعطيهم فرص عمل افضل، العداله بتعطيهم تاهيل علمي وجامعي افضل، العداله بتخليهم يعيشوا عمر اطول، العداله بتخليهم ازواج محبين لما يكون بلد للكل. العداله ما معقول تكون انت مظلوم بالحاره وتحب ابنك. ما بتقدر تحب ابنك، بتصير تكره ابنك اللي عن ابو الساعه يلي جبتك فيها، لان بسببك انا مضطر اسكن بيت. ما انا مضطر. في صيغه العداله لازم نشوفها مع الخصوم اولا يعني. اولا ان نحاور الخصوم قبل ان نحاور الاصدقاء. اولا ان نحترم الخصوم ونحترم الحوار مع الخصوم اولا. لانه نواف انت صديقي، انا ما في داعي احاورك يا نواف. متوافقين انا وياك على 99%، ليش نتحاور؟ تعال نحكي نكت انا وياك المفروض نحكي نكت مش كبيره، بس مع الخصم يجب ان نتحاور. فقط مع الخصم، اولا مع الخصم. من خيال الحل طبعا. هلا قلت لي كلمه خيال، بشوف احكي لك شغله. اي انجاز انساني ابتدأ بلحظه خيال مني. يعني انسان ما ركب السياره الا انه تخيل، ما تخيل يعني سياره، حتى الاتحاد الاوروبي هاي الدوله اللي تخيل هي كانت خيال منها يعني. كل انجازات الناس كانت كل المنجز البشري، كانت كل الانجازات البشريه تبدا بالخيال. في خيال قاتل وفي خيال طيب. في خيالات قاتله يعني، واحد بيتخيل الجريمه وبده يقتل وانا انتصر عليك، واحد يخطط وكيف وخطط. وفي انتصار ثاني يعني، في انتصار اكثر ديمومه وافضل يعني. بلادنا بتستاهل بلادنا والله فيها متوسط يعني. تخيل في بلد فيها متوسط، بلد فيها البحر المتوسط. عيب ما تكون حلوة، عيب إغراءات المتوسط بكل عظمته. وسوريا على وجه التحديد يعني وصلت المياه الدافئة من تدمر لقرطاجنة على ايد زنوبيا. ملكة تدمر هاي المرة العظيمة والرائعة والساحرة اللي اسمها زنوبيا. مياه من تحت الأرض تحت الماء لقرطاجنة. متخيل عظمة سوريا التاريخية؟ سوريا حاضرة عمرها 1000 سنين يعني، مراكمة 1000 سنين.
طيب الروانديين امبارح كانوا 500 سنه، اقدم مملكه برواندا 500 سنه عمرها. انت مملكتك عمرها 7000 سنه وبعدك عاجز عن العثور على حل. لا، ما عندك مشكله انت، يعني عندك مشكله ما انك عارف تقبل الكردي مثل ما هو، ما انك عارف راس مالك. لو عارف راس مالك بتقول انا راس مالي 7000 سنه بدي استثمر فيهم. هذا يفرض العوده الى الوراء، العوده الى في 7000 سنه انا بدي استثمر فيهم 7000 سنه. النول السوري كان وصل لمرحله انه البروكار السوري يكون بالبيت الابيض يقعد عليه الرئيس الامريكي. البروكار السوري يقعد عليه الرئيس الامريكي، ما عاد شي بلد فيها بروكار. نساج، بلد فيها نساج، بلد فيها الحميديه والبزوريه وسوق. تفضل يا سيد، اعظم، ما في اعظم من سوق. تفضل يا سيد، ترحى والوش الحلو والشامي اللطيف والانيق والمسالم. هاي سوريا، سوريا الشامي، سوريا الشامي. فت على بيت شامي شيء، فايت زاير شامي ببيته؟ مستحيل المائده اللي بقدم الشامي، مستحيل. بترقى قدر ما هو جميله وانيقه ولطيفه وابتسامه حلوه، وبتاكل وصحتين يا ابني وصحتين يا عم وصحتين يا ماما. اي مرة شاميه بتكون بعمرك بتقول لك يا مو، يا مو هي ام. انا شفت على بيوت شوام مرعبين، ما في اجمل من هيك، ما في اجمل من هيك. بتحول هذا الشامي بصير انا خصمي. يعني كيف الكلام هذا؟ والله ما بقبلها انا هي ما بقبلها. ما في شعار بالدنيا يسمح لي اني اكره الشامي، ما فيني. عندنا فرص انه نعيش مع بعض، عندنا فرص. بس يعني الموضوع موضوع لغه يا اخي، كله على بعضه لغه. انا بقرا على الفيسبوك شتام وشتام وشتام وشتام. الشتيمه بتخليك رائج اكثر، بتعملك ترند. الشتيمه بتعملك نجم. الشتيمه ستجد من يصفق لها، لانه الجمهور بحب المقصله. الجمهور هاوي المقصله، هاوي المقصله. حتى وان دعا انه هاوي روبسبير المقصله نازله على رقبته والجماهير عم تهتف من اجل موته. الجماهير بتحب البهدله، الجمهور القاتل. اي بتحبه. يعني شو بتسوي له؟ بتحب اللي بيحكي بلغه الكراهيه، بتحبه بتروح لعنده. لا، بتروح عند قاتلها. غير لغتك، غير لغتكم شوي بس. يعني غير اللغه. انا ما عم بحكي بالمرة. انا عم بحكي بك اي بني ادم محتضر يطالب بشويه حياه اضافيه. من لك والله عم بحكي، مش لمني ابدو كرجل سلام، ولا لانه انا عندي مواعظ، ولا لانه عندي يعني رغم ان البنات يحبوني والنسوان يحبوني والزلم يحبوني. لا والله، حابب اولادي يعيشوا وانا اعيش واحفادي يرجعوا بلدهم. حابب من قلبي وربي. يعني كثير سأؤذى اذا انحرم اولادي من سوريا، وسأؤذى اذا انا ما رجعت على سوريا. بالمناسبه يعني انا عن جديد سوريا صارت وطني بالنهايه. سابقا كان عندي شي 100,000 وطن، بس الان قدر ما خايف عليها صارت وطني. قبل ما بالمناسبه ما كانت وطنيه، عمرها ما كانت وطني سوريا. كل عمري متنقل من بلد لبلد، وكل ما اروح على بلد بيعملوا وطني كثير. ماشي. مره عملت اليونان وطني، ومره عملت قبرص وطني، ومره عملت الجزائر وطني، ومره عملت القاهره وطني، ومره عملت الصحراء الغربيه وطني. عن جديد صارت وطني سوريا، لانه عن جد ما بقي، لانه صارت خايف عليها كثير. خايف والله العظيم خايف. عمري ما كنت بهالاكتئاب اللي انا فيه، عمري ما كنت بهذا الاكتئاب. وبتروح للمزيد والحفره. واحد قاعد بالحفره عم يحفر بعمق حفرته ومفكر حاله عم ينجز، انه انا حفرت اليوم مترين. يا انا بطل اليوم حفرت متر اضافي. يا بطل انت عم تزيد الحفره بتعمق ما عاد تطلع منها. هذا الكلام ما بعرف يعني كانوا رسائل بتكون ناس ملت مننا. يملوا، شو بسوي لهم؟ شكرا كثير. يملوا يا اخي، يلي بدي يمل يعني. شكرا جزيلا. الرواية الصحفي نبيل ملحم، أشكرك شكرا جزيلا. استضفتنا في البيت. إن شاء الله الناس تحملوني، أنا ثقيل. بعرف حالي ثقيل يعني. مش هيك يعني. بعتقد بو يعني الناس العاديين كمان راح يسمعوك، ما بعرف إن شاء الله يعني. والله والمثقفين كمان راح يسمعوك. ماني متأكد بس أنا أعتقد يعني ربما أكون أقرب إلى هذه الأجواء. أنا بتمنى والله، لأنه رسالة والله بصراحة خمخمت جواتي لازم تطلع. في الختام أشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء، على هذه الاستفاضة. شكرا. وربما ندون معك كل اللقاءات يعني، وبحاجة إلى ساعات طويلة أخرى. لكن هذا ما يعني هذا اللي كان قدامنا يعني. شكرا.
وأنا استمتعت بأسئلتك واستمتعت بحضورك الشخصي، وأنت نواف تعرف بالنسبة لي شخصيا شو تعني يعني، تعطيني طاقة إيجابية كتير لما بكون معك، بحس في التواصل عالي بيننا يعني، يمكن لو غيرك بحاورني ما أعرف يعني يكون بهالوضوح هذا يعني. شكرا فأنا جزيلا. يعني متشكرك كصديق أولا وكمذيع جديد ثاني. شكرا جزيلا، ولكم أعزائي المشاهدين جزيل الشكر، وإلى اللقاء في حلقات ربما لن نقدمها قريبا، لكن آمل أن نقدم ما هو جديد ومفيد.